بسم الله ندخل على الاورجانيك. وبعد ما خلصنا طبعا الفاينل ريفيجن بتاعت الاورجانيك اللي كانت على مدار حصتين لبارت 1 وبارت 2، وكنا بادئين الفاينل ريفيجن بتاعتنا بالاورجانيك بحيث ان انت تكون مديله بقى الاهتمام والتركيز الكافي. بعد ما ذاكرنا يا دكتور الاورجانيك، جاي معاك بقى في فيديو ليله الامتحان كالعاده في اقل وقت ممكن اكون حاولت لميت ورجعت وجمعت معاك كل النوتس والتريكات والافكار الاساسيه والتربيطات بقى اللي بيحب يلعب عليها في الامتحان، خصوصا كمان النوتس اللي اكد عليها في الاسترشاديات بتاعت 2026. تركيزك معايا، هحاول اكون بتكلم بسرعه عشان في اقل وقت كل دقيقه في الفيديو اكون باكد فيها على معلومه او فكره او تربيطه اساسيه من النوتس بتاعت الاورجانيك. طبعا كل الكلام اللي هيتعرض على الشاشه بفكرك بيكون موجود في فايل PDF هتلاقيه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. كتيب المفاهيم طبعا نقدر نستفيد منه في الامتحان. لو جالي يا دكتور اي رياكشن من الايكويشنز اللي عندنا في المنهج بتاعت الاورجانيك، هي موجوده عندك في كتيب المفاهيم. طبعا اليوزز احنا كده كده كنا حاطين ليها لينكات، والمفروض ان انت خلاص على الاقل الجزء الاكبر منها هي ثابته في مخك. جالي يوز يا دكتور مثلا في الامتحان وعايز اتاكد منه، فهي موجوده عند حضرتك في كتيب المفاهيم. تركيزك معايا بقى، عشان وانا براجع معاك انا مش مجرد ان انا بقول لك معلومه كده وخلاص، انا كاني بقول لك الفكره او النوت اللي ان شاء الله هتكون بتقابلك في الامتحان. مهما غير شكل السؤال، في النهايه كل نوت وفكره انا باكد عليها هي مهمه قوي عشان نكون ختمنا ان شاء الله بعد ما خلصت كده ده التجميعه والنوتس والحاجات الاساسيه. ان شاء الله ربنا يوفقنا وتكون دي من الحاجات ان شاء الله اللي بتقابلك في الامتحان. تركيزك معايا، هبدا سريعا كده اجمع معاك النوتس الاساسيه والتربيطات، ونخلص الفيديو في النهايه خالص بالكذا روشته بتوعنا اللي كانوا مجمعين كل الرياكشنز بقى اللي كانوا عندنا. نبدا على طول وافكرك ان الاورجانيك كومباوندز يا عزيزي احنا نقدر نقسمها لهيدروكربون وهيدروكربون ديريفاتيفز. وهنا عايز اكد عليك، ارجوك 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 يا عزيزي تركيزك قوي في الامتحان وانت بتقرا السؤال بتاع الكيمستري، سواء سؤال اورجانيك او سؤال ان اورجانيك، تركيزك قوي في كل حرف، خصوصا بقى واحنا بنتكلم في الاورجانيك. لما اجي في السؤال واقول لك انت عندك 3 كومباوندز مثلا A وB وC، لو سمحت معلش اقرا العنوان بتاع السؤال بتركيز. مهارات الحل اللي كنت باكد لك عليها واحنا بنحل مع بعض الاسئله، العنوان فوق بيغششك ساعات ويعرفك مين الكومباوندز اللي احنا بنتكلم عنهم. في فرق لما اقول هيدروكربون وفي فرق لما اقول هيدروكربون ديريفاتيفز. وممكن كمان اغششك واقول لك والله ده انا عندي مثلا 3 اسيدز، ممكن اغششك واقول لك ان الكومباوند اللي عندي ده ساتيوريتد، لا ده انساتيوريتد، ده اوبن تشين، لا ده سايكليك. فتركز قوي في العنوان فوق وصف الكومباوندز اللي هو بيتكلم عنهم. ماشي. بالنسبه يا دكتور ليه الهيدروكربون هي الكومباوندز اللي تكوينها من السي والاتش بس، ودول اللي كانوا عندنا في بارت 1 زي الكان الكين الكاين السايكلو الكان والاروماتيك بنزين، اقدر اعملهم من السي والاتش بس. اما بتوع بارت 2 فدول نقول عليهم هيدروكربون ديريفاتيفز لان بيكون معاهم اتوم مختلفه زي الاو كده. معنى كده يا دكتور ان في بارت 1 مش هيقابلنا هيدروكربون ديريفاتيفز بس، مش هيقابلنا هيدروكربون ديريفاتيفز كلهم هيدروكربون بس؟ باكد عليك لا طبعا، اي كومباوند من دول لو انا قمت رايح اعمل له هالوجينيشن ودخل عليه اتوم مختلفه سواء بقى Cl او Br او I او الاو ايا كان، ساعتها بقول عليه هيدروكربون ديريفاتيفز. خلاص، فهي قاعده COH بس هيدروكربون في اتوم مختلفه، اي اتوم بقى زي Cl او Br او الاو حتى على طول بنقول هيدروكربون ديريفاتيفز. بفكرك بالوصف بتاع كل عيله عندنا. لما اقول يا عزيزي اوبن تشين اي سايكليك يبقى انا بتكلم في الكان الكين الكاين. لما اقول لك ساتيوريتد ركز قوي لان انا عندي 2 اقول عليهم ساتيوريتد، الالكان والسايكلو الكان. لو في الامتحان قال لك ساتيوريتد اي سايكليك اوبن يبقى الالكان، لو قال لك ساتيوريتد سايكليك يبقى السايكلو الكان. لو السؤال فوق بيقول لي ساتيوريتد وسكت يبقى انا عندي الاحتمالين، يا اما الالكان يا اما السايكلو الكان. طبعا لما اقول unsaturated فانا عندي الكين وعندي الالكاين وعندي كمان الاروماتيك بنزين. لو بقول unsaturated بس اليفاتيك يبقى الكين والكاين،
unsaturated aromatic يبقى انا بتكلم عن حاجات زي فيها الاروماتيك بنزين، انما لما اقول unsaturated واسكت فالاحتمالين معايا ممكن يكونوا الكين الكاين وممكن كمان يكونوا الاروماتيك. باكد عليك على معلومه الفيزيكال ستيت بالرغم ان هي سهله، بس انت شفت بنفسك بتتكرر كتير قوي في الاسئله. الالكان من 1 ل 4 جاز، من 5 ل 17 ليكويد، اكتر من 17 كربون سوليد. اما الالكين فمن 2 ل 4 جاز، من 5 ل 15 ليكويد، اكتر من 15 كربون بيكونوا سوليد. نتكلم عن الالكان. عيله الالكان يا دكتور نقدر نحضرها ازاي؟ عيله الالكان بنحضرها بالدراي ديستيليشن، وعلى فكره اقدر كمان اجيب الالكان ده من الهيدروجينيشن. لو انا عندي الكين او عندي الكاين في دبل او تريبل بوند زي مثلا الايثين، فانا ممكن اعمل هيدروجينيشن، اكسر البوند، احط هنا اتش وهنا اتش، فلو انا عندي الايثين يتحول الى ايثان فبيديني في النهايه الكان. ولو انا عندي الايثاين الكاين بالهيدروجينيشن يديني ايثين الكين، وبعدين احط عليه اتش تاني، اكسر البوند تاني، فالايثين الالكين يديني في النهايه ايثان. اذا عيله الالكان انا اقدر اجيبها بطريقتين. ممكن يا دكتور اجيبها بالدراي ديستيليشن، ممكن اجيبها بالهيدروجينيشن للالكين او الالكاين بيتحولوا الى الكان. جميل. امتى بقى يا دكتور بعمل دراي ديستيليشن؟ ودي على فكره حاجه اساسيه ان شاء الله لازم هتكون بتجيلك في الامتحان. امتى اعرف يا دكتور ان انا بعمل دراي ديستيليشن؟ لما تلاقي على السهم كاتب لك دراي ديستيليشن، او تلاقيني حاطط لك كاتب لك صودا لايم، او كاتب لك الكاستيك صودا اللي هي ال NaOH مع الكالسيوم اوكسايد. اي واحده من الثلاثه دول يبقى احنا بنعمل التكنيك بتاع الدراي ديستيليشن. طب بطريقه ثانيه بعرف منين يا دكتور برضو ان انا بعمل دراي ديستيليشن؟ لما تلاقيه كاتب لك كومباوند في سونا COONA اللي بنقول عليها السولت اوف اسيد. فلما اقول لك انا عندي السولت اوف اسيد يعني لما اقول لك انا عندي سونا، يعني لما اقول لك انا عندي كومباوند اوله صوديوم واخره 8 زي الصوديوم اسيتيت، صوديوم بروبانويت، صوديوم بنزويت، صوديوم وحاجه اخرها 8، يعني في سونا، يعني سولت اوف اسيد، يعني ابقى عارف يا دكتور ان انا هعمل دراي ديستيليشن. جميل. السولت اوف اسيد ده كان بيجي منين؟ كان بيجي يا دكتور من الاسيد. لما بحط حاجه فيها صوديوم زي ال NaOH عاده بيحب يجيب لك لفظه نيوتراليزيشن مهمه قوي. اي اسيد اقول لك بنعمل نيوتراليزيشن يعني انا بحط عليه NaOH وبالتالي ال Na تشيل الاتش وتدخل بدلها، فبقى عندي السونا، بقى عندي السولت اوف اسيد اللي هو حاجه اولها صوديوم وحاجه اخرها 8. طب فكرني هو الاسيد كان بيجي ازاي؟ ممكن يا دكتور اجيب الاسيد ده من الاكسيديشن للالدهايد على خطوه واحده، ممكن اجيبه من الكومبليت اوكسيديشن للبرايمري الكحول، وممكن يجي الاسيد عندي من الاسيدك هيدروليسيس للاستر. الاستر لما بعمل له اسيدك هيدروليسيس فبيتفك الحاجات اللي كان مكون منها اللي هو الالكحول او الفينول على حسب هو كان مكون من ايه، ودايما بيديني النص الثاني بتاع الاستر اللي هو بيكون الايه؟ الاسيد. افكرك بالروشته بتاعت الاستر في الاخر خالص ان شاء الله. اذا الاستر لما بعمل له اسيدك هيدروليسيس انا عارف يا دكتور ان هو بيطلع عندي اسيد، فدي الحاجات كده اللي بتطلع لي الاسيد. كمان ما انساش افكرك ان الاستر ده لو انت عملت له الكالاين هيدروليسيس فبيطلع عندي الالكحول والسولت اوف اسيد، يعني بيطلع عندي حاجه فيها سونا. فشوف كم حاجه تديني في النهايه الاسيد او تديني على طول السولت اوف اسيد. وطالما بقى عندي سولت اوف اسيد يبقى اكيد يا دكتور هعمل دراي ديستيليشن، يبقى اكيد اشيل السونا واحط بدلها اتش. افكرك قوي بالتكنيك بتاع الدراي ديستيليشن، بنشيل السونا ونحط بدلها اتش. جميل. اشهر حاجه يا دكتور كانت عندنا ودي ايكويشن موجوده في المنهج هي الدراي ديستيليشن للصوديوم اسيتيت اللي بجيب منها الميثان، والدراي ديستيليشن للصوديوم بنزويت اللي بجيب منها البنزين. دول اللي عندنا في المنهج. وبالقياس بقى اي يا دكتور حاجه هيجيبها لي خلاص بقت فاهم التكنيك، بشيل السونا واحط بدلها اتش. اذا لو انا عندي اسيتيك اسيد او ايثانويك اسيد ده اداني يا دكتور بالنيوتراليزيشن شلت الاتش حطيت Na بقى عندي السونا اداني الصوديوم اسيتيت او الصوديوم ايثانويت. لما هعمل دراي ديستيليشن اشيل السونا واحط بدلها اتش هتبقى السي اتش 3 ماسكه بالسي اتش 4 اللي هو الميثان. هتاخد بالك ان انا عندي هنا
الاسيتيت يحتوي على 2 كربون، طلع عندي في النهايه الميثان اللي بيحتوي على 1 كربون. ليه يا دكتور نقص كربونايه؟ لان انا بقول لك بنشيل السونه، والسونه بيكون فيها سي، اذا انا بنقص سي بنقص كربونايه، فبدل ما الكومباوند عندي كان فيه 2 كربون يطلع عندي الميثان اللي فيه 1 كربون. وهكذا بقى. قلت لك انا عندي هنا صوديوم ايثانويت، طب لو كان ده صوديوم بروبانويت 3 كربون هيطلع لي ايثان. طب كان صوديوم بيوتانويت 4 كربون هيطلع لي البروبان، نقص كربونايه. طب صوديوم بنتانويت 5 كربون، اعمل دراي ديستيليشن شيل كربونايه فيطلع عندي البيوتان. وهكذا. تاخد بالك بقى من الفيزيكال ستيت بتاعت الحاجه اللي بتطلع. طبعا بنتكلم عن الالكان، فمن 1 ل4 يا دكتور بيكونوا جازز، اما اكتر من كده ممكن بقى يبقى يكون ليكويد او سوليد. فلو هنا بتكلم عن الميثان فبيكون في 1 كربون. ااكد عليك نوت كمان ان اي الكان قلنا ان هو يقدر يجي بالدراي ديستيليشن زي ما انت شايف قدامك كده، ويقدر يجي بالهيدروجينيشن للالكين والالكاين، ما عدا مين؟ ما عدا الميثان. الميثان يا عزيزي هو الالكان الوحيد اللي مش بيجي بالهيدروجينيشن. ليه؟ بالمنطق كده، هو في الكين او الكاين ميثين او ميثاين، في الكين او الكاين بيبقى فيهم 1 كربون؟ لا. فاذا مفيش الكين او الكاين هيديني الالكان اللي هو الميثان. امتى بقى الموضوع يبتدي يظهر؟ من اول 2 كربون، الايثاين ايثين ايثان، بروباين بروبين بروبان، وهكذا. انما الميثان هو الالكان الوحيد اللي يجي بالدراي ديستيليشن ولكن ما يجيش بالهيدروجينيشن. كأن ده وصف مهم على الميثان بجانب الألقاب التانية طبعا على الميثان، ان يتقال عليه هو الفيرست ممبر في عيلة الألكان، يتقال عليه الفيرست ممبر او البيرنت او السمبلست اليفاتيك كومباوند، يتقال عليه طبعا الناتشرال اوف جاز الغاز الطبيعي، يتقال عليه ذا جاز اوف سوامبس. طب بما اني بقول عليه يا دكتور هو السمبلست اليفاتيك كومباوند، امال مين يبقى السمبلست اروماتيك؟ يبقى الاروماتيك بنزين. طب لو انا قلت لك سمبلست اورجانيك كومباوند وسكت، يبقى انا كده برضو بقصد مين؟ الميثان، لانه ابسط حاجه، فهو ابسط اورجانيك وابسط اليفاتيك. انما ابسط اروماتيك يبقى انا كده بتكلم عن الاروماتيك بنزين. طيب لو انا عندي يا دكتور البنزويك اسيد، نفس الفكره، شيل الاتشايه حط بدلها ان ايه بالنيوتراليزيشن، بقى عندك صوديوم بنزويت اللي هو السونه، شيل السونه حط بدلها اتش، مبروك بقى عند حضرتك البنزين. اكد عليك ان الصوديوم بنزويت ده ليه استخدامين عندنا في المنهج. الاستخدام الاول زي ما انت شايف هو يقدر يحضر لي البنزين، اللي بالمناسبه البنزين ده يعتبر حاجه ايه؟ ليكويد، بيكون ليكويد شفاف كلرلس وامسبل وذ ووتر، مش بيدوب في الميه. ماشي. اما الصوت ده كده اليوز الاول بتاعه ان انا اجيب منه البنزين. اما اليوز التاني فده كنت بستخدمه يمنع الجروث بتاع الفنجاي عشان يعمل لي حفظ للاطعمه. فاكر اللينك بتاعه كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول بنزوق الاكل بماده حافظه بالسولت بتاعه، بنزوق بنزويك بيستخدم كماده حافظه للاكل بالسولت بتاعه. بالتحديد انا بستخدم الصوديوم بنزويت لان ده اللي بيكون ذوبانه حلو في الميه. البنزويك اسيد سبرينجلي سولابل ان ووتر او سبرينجلي ميسبل ويز ووتر، يعني ذوبانه بيكون ايه؟ مش احسن حاجه في الميه. طب عشان احسن الذوبان بتاعته يا دكتور، عشان اخليه يكون بيدوب في الميه فاقدر استخدمه في حفظ الاطعمه، بحوله الى السولت بتاعه. كالعاده عارفين ان اي حاجه فيها ان ايه فيها صوديوم بيكون ذوبانها حلو في الميه. طيب لاحظت ان انا هنا جبت منه اليفاتيك كومباوند، ولاحظت ان انا اقدر احضر منه اروماتيك كومباوند. عايز كمان اقول لك ان لو انا عندي الصوديوم الصوديوم سولت اوف اسيد يحتوي على كربونايه واحده، فده مش بيطلع لي الكان. من النوتس المهمه برضو تبقى عارفها على الدراي ديستيليشن. يعني ايه يا دكتور؟ فكرني اديني مثال. حاضر. انا عندي الميثانويك اسيد، فاكره؟ او الفورميك اسيد، ده بتاع النمله، في كربونايه واحده اسمه على اسم النمله فورميك اسيد، او اقول عليه ميثانويك اسيد عشان في كربونايه واحده. ده لو رحنا عملنا له نيوتراليزيشن هشيل الاتش واحط بدلها ان ايه؟ بقى عندي السونه. طب لما اعمل له دراي ديستيليشن انا هقوم رايح شايل الايه؟ شايل السونه وحطيت بدلها اتش. فلما اشيل السونه واحط بدلها اتش بقت اتش ماسكه مع اتش اللي هو بقى مين؟ بقى الاتش 2، بقى الهيدروجين جاز.
طب ليه يا دكتور ما طلعش عندي الكان؟ لان انت ما كانش عندك غير كربونايه واحده اللي هي بتاعت السونا، وانا لما باجي اعمل دراي ديستيليشن انا بشيل السونا، انا بنقص الكربونايه دي، فبالتالي انت هيطلع عندك كومباوند ما فيهوش اصلا كربون، ده هو ما فيش غير اتشايه اللي كانت ماسكه مع السونا، شلت السونا حطيت بدلها اتش، فبقت اتش ماسكه مع الاتش اللي هو الاتش 2. اذا لو انا جيت قلت لك ان انا عندي الفورميك اسيد او الميثانويك اسيد وعملت له نيوتراليزيشن، فبقى عندي الصوديوم فورميت او الصوديوم ميثانويت وعملت له دراي ديستيليشن، هل ده بيطلع لي الكان؟ الاجابه لا، لانه ما عندوش غير كربونايه واحده. حتى لو انت كنت ناسي المعلومه دي، مجرد ان انت تروح تطبق عليها زي ما عملنا كده الدراي ديستيليشن، فانت مش لما تشيل السونا مش هتلاقي اصلا بقيه الكومباوند في حاجه غير الاتش، فده عشان كده ده بيطلع لك الايه؟ الهيدروجين جاز. قلنا كده نوتس على الدراي ديستيليشن. افكرك بقى كمان ان انا عندي حاجتين ممكن يطلعوا لي الكحول، وهم مين؟ الهيدروكسي اسيد. انا هنا كنت بتكلم عن الاسيد العادي، سواء اسيتيك اسيد او بنزويك اسيد، سواء اليفاتيك او اروماتيك، هو ما عندوش غير فانكشن جروب واحده اللي هي السي او اتش. اما لو اللي عندي في 2 فانكشن جروب، عنده سي او او اتش وعنده الاو اتش بتاعت الالكحول اللي هي او اتش ماسكه مع كربون عاديه، سي او اتش وعنده الاو اتش بتاعت الالكحول اللي هي الاو اتش ماسكه مع كربون عاديه، نقول عليهم مين دول؟ نقول عليهم يا دكتور هيدروكسي، عشان عنده الاو اتش اسيد، عشان عنده الفانكشن جروب بتاعت الاسيد هيدروكسي اسيد. عندي 2 اقول عليهم هيدروكسي اليفاتيك اسيد، لان ممكن تكون الهيدروكسي دي راكبه على اروماتيك اسيد، يعني الاو اتش راكبه على بنزين رينج. زي مين كده يا دكتور؟ زي مدام سالي الساليسيليك اسيد، ما هي عباره عن بنزين رينج عندها سي او او اتش، فده كده اقول عليه اروماتيك اسيد. طب حطيت له الاو اتش هقول عليه هيدروكسي راكب على اروماتيك اسيد، اللي هو مين ده؟ اللي هي مدام سالي الساليسيليك اسيد. انا بقى مش بتكلم عن الهيدروكسي اروماتيك، مش بتكلم عن حاجه فيها اروماتيك بنزين، امال انا بتكلم عن الهيدروكسي اليفاتيك اسيد. عندنا 2 مهمين جدا جدا جدا، وهتفتكرني في الامتحان ان شاء الله لما تلاقي عندك في الامتحان سؤال بيسأل عن واحد من ال2، اللاكتيك اسيد والستريك اسيد. عشان كده لو تفتكر من واكد عليهم كتير على فكره في الامتحانات الاسترشاديه، ومن البدايه خالص من ايام حتى ما بدانا كمان الفاينل ريفيجن، وانا كنت عامل لك روشتتين، روشته لللاكتيك اسيد وروشته للستريك اسيد وروشته للساليسيليك اسيد، عشان اكدت عليك ان هو مهمين. طيب انا دلوقتي بالتحديد جاي اتكلم معاك واحده واحده، تركيزك معايا لما اقول لك في الامتحان هيدروكسي اسيد، فانت ممكن يعني او اتش معاها سي او اتش، فانت ممكن يكون عندك اللاكتيك اسيد، ممكن يكون عندك الستريك اسيد، ممكن يكون عندك الساليسيليك اسيد، لان هي او اتش راكبه برضو مع سي او اتش. لما اقول هيدروكسي اروماتيك، قلنا خلاص في اروماتيك بنزين، فدي مدام سالي اركنها دلوقتي على جنب مش عايزها هنا. لما اقول هيدروكسي اليفاتيك اسيد، فانت على طول يجي في الامتحان في دماغك 2 مهمه قوي، عشان ممكن بدل ما اقول لك مين اللي عندي على طول تلاقيني بوصف هيدروكسي اليفاتيك اسيد، 2 تفكر فيهم. اللاكتيك اسيد يا عزيزي وده بتاع اللبن اللي بيجي من اللاكتوز، وعندي الستريك اسيد وده اللي بيكون موجود فيه الليمون، ماشي؟ طيب ال2 يا دكتور الفرق ما بينهم ايه؟ لما بنروح نعمل لهم دراي ديستيليشن عشان عندهم الاو اتش، فهم يا عزيزي بيروحوا يطلعوا لي الكحول. الدراي ديستيليشن بتاعهم بيطلعوا لي الكحول، عشان لما اجيب لك سؤال في الامتحان، وكل يا جماعه اللي انا بقوله ده هو عباره عن افكار اسئله، يعني كان في سؤال حلناه مع بعض، واعتقد الفكره برضه بتاعته كانت موجوده في الاسترشادي، ان هو عامل لك في سؤال مقالي دايجرام كده، وقال لك انا بيطلع عندي في النهايه الكحول جاي من الدراي ديستيليشن. فاديني بغششك من دلوقتي اهو، لما اقول لك دراي ديستيليشن طلع لي الكحول، فانت بتفكر في حاجه من الاثنين، يا اما اللاكتيك اسيد الدراي ديستيليشن بتاعه بيطلع لي الكحول، يا اما الستريك اسيد الدراي ديستيليشن بتاعه برضه بيطلع لي الكحول.
هنشوف دلوقتي الفرق ما بين نوعين الالكحول اللي بيطلعوا. بس بما اني اتكلمت عن السيتريك اسيد واللاكتيك اسيد، عايز اقول لك في فرق كمان ما بينهم. الاتنين هيدروكسي اسيد، يعني الاتنين عندهم او اتش بتاعه الكحول اللي هي او اتش ماسكه مع كربون عاديه، انما الساليسيليك اسيد عنده او اتش بتاعت فينول، لان الاو اتش بتاعته بتكون ماسكه مع البنزين رينج. ماشي، بما ان دول يا دكتور 2 او اتش الكحول، طب ما تديني معلومه نوع الكربونول جروب اللي عندي ايه، لان هي في فرق ما بينهم. هنا الكربون اللي ماسكه مع الاو اتش اللي هي الكربونول جروب ماسكه لي يا عزيزي باتشايه واحده، اذا نوعها سكندري. انما هنا الكربونايه اللي ماسكه مع الاو اتش مش ماسكه بولا اتشايه، فدي كده نوعها تيرشري. الفرق ما بينهم ايه يا دكتور؟ الفرق ان اللاكتيك اسيد ده ينفع نعمل له اوكسيديشن، وهفكرك بالروشته بتاعته في الاخر ان شاء الله، ان ده نقدر نعمل له اوكسيديشن لانه سكندري الكحول، فيقدر يحصل له اوكسيديشن ويديني الفانكشن جروب بتاعت الكيتون، تبقى سي دبل بوند او، بدل سي اتش او اتش تبقى سي عليها دبل بوند او. انما ده هل ينفع يحصل له اوكسيديشن؟ لا، اتفقنا مع بعض يا دكتور ان التيرشري مش بيحصل لها اوكسيديشن، وبالتالي ده يغير اللون بتاع الكي من او 4 والكي 2 سي ار 2 7 لانه بيحصل له اوكسيديشن، ده ما بيغيرش اللون لانه مش بيحصل له اوكسيديشن. جميل؟ ماشي. تعالى بقى لما نروح نعمل لهم دراي ديستيليشن، طبعا انا باكد عليك ان الجنرال فورمولا مهمه، ده خلاص كلام مش جاي اقوله لك دلوقتي، ده احنا عمالين نغني من بدايه السنه. الجنرال فورمولا والمولكيولار فورمولا بتاعتهم مهمه، ومن وسط التجمعات هكون منزل لك كمان كده كده كانوا عندنا متجمعين في الروشتات، هعمل لك برضو تجميعه كده لاهم الحاجات، على بدل ما هي روشته كبيره كده في ورقه واحده جدول، هينزل لك ان شاء الله برضو التجميعه بتاعتها، الحاجات المهمه، بحيث برضو تكون دي ايه اخر كام حاجه كده بصيت عليهم واكدت عليهم قبل ما تدخل الامتحان ان شاء الله. فانا باكد كل اللي جايين وانا بتكلم معاك دلوقتي وانا براجع معاك، كل الكومباوندز اللي بكون بقولها مهمه، فكلهم تبقى واخد بالك من الايه، مش شرط بقعد اقولها في كل مره عشان اكون بتكلم بسرعه، كلهم المولكيولار فورمولا والجنرال فورمولا بتاعتها مهمه. عامه اللاكتيك اسيد يا عزيزي الموضوع بتاعه سهل قوي، 3 6 3 اتكرر كتير جدا 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 في الامتحانات الاسترشاديه، تقريبا مفيش امتحان غير لما يسال في واحد فيهم. لاكتيك اسيد 3 6 3 ان 2 ان 3 6 3 اما السيتريك اسيد فده بتاع الليمونه. بص الليمونه مجنونه عشان ما تنساهاش، الطبيعي ان احنا بنعد ازاي 6 7 8، ده عامل ازاي بقى 6 8 7، بقول لك ليمونه مجنونه فالترتيب مش مظبوط، بدل 6 7 8 لا 6 8 7 خلاص. وده 3 6 3 ما تنساهوش بقى شكله كان عامل ازاي، 3 كربون، كربونايه سي او اتش، الكربونايه اللي في النص راكب عليها او اتش وكمل الباقي تشات. طب ده كان شكله عامل ازاي، 3 كربون، كل كربون ماسكه بسي او اتش ما عدا الكربون اللي في النص ماسكه باو اتش. وطبعا عشان ده عنده واحده سي او اتش فاقول عليه مونو بيزك خلاص، او مونو كاربوكسيليك عشان عنده كاربوكسيليك جروب واحده، انما ده اقول عليه تراي بيزك او تراي كاربوكسيليك عشان عنده 3 سي او اتش. اذا الاثنين هم هيدروكسي اليفاتيك اسيد، الاثنين عندهم او اتش بتاعت الكحول، بس واحده سكندري ينفع الكومباوند ده يحصل له اوكسيديشن، واحده تيرشري الكومباوند ده ما بيحصلوش اوكسيديشن، ده عنده واحده سي او اتش ده عنده 3 سي او اتش. وقاعده طالما عندي هيدروكسي اسيد فاذا بالدراي ديستيليشن في النهايه هيقوم رايح طالع عندي الكحول. التكنيك سهل، حتى لو انا يا سيدي ما كنتش قلت المعلومه دي وجالك السؤال ده في الامتحان، بس انا بغششك يعني عشان لما يجيلك ما تقعدش تفكر كتير، طالما طلع عندي الكحول يبقى انا كان عندي هيدروكسي اسيد. طب انا ما قلتهاش، مش انت لوحدك عارف ان النيوتراليزيشن هشيل الاتش واحط بدلها ان ايه؟ وطالما عملت دراي ديستيليشن يبقى شيل السونا واحط بدلها اتش. ايوه مبروك، طلع عند حضرتك مين؟ الايثانول. مين ده؟ الخمره. ده كان عليه نوتس كتير، ده كومباوند اساسي عندنا في المنهج حصه كامله. اقصد اقول لك ايه، ان انا ممكن اقوم بدل ما اقول لك ان الايثانول زي ما انت متعود ان احنا بنحضره ازاي، ده يا دكتور بيجي من الهايدريشن للايثين، لو انا حطيت ميه على الايثين فيديني ايثانول. درسنا ان هو بيجي من قصب السكر بالالكحوليك فيرمنتيشن او اي حاجه فيها سكر زي الجلوكوز. درسنا ان هو كمان يقدر يجي من الالكالاين هيدروليسيس للايثايل كلورايد، شيل السي ال حط بدلها او اتش.
دول الثلاث طرق الاساسيه اللي كانوا عندنا في المنهج. في طريقه بقى مستخبيه المنهج ما قالهاش، تستنتجها لوحدك قدامك اهو، ان هي بتيجي منين؟ من الدراي ديستيليشن للهيدروكسي اسيد. وطبعا النوتس دي انت المفروض كنت كاتبها معايا قبل كده من الريفيجن. باكد عليك كمان ان الهيدروكسي اسيد هو كمان بيروح يطلع لي مين؟ الكحول. طيب نفس الفكره هنا، شيل السي او اتش اللي عند حضرتك، هتحط الاول الان ايه، بقى عندك السولت اوف اسيد بتاعه، شيل السونه، هشيل من هنا سونه ومن هنا سونه ومن هنا سونه، احط بدلها اتشات، يطلع عند حضرتك كومباوند مين؟ ال2 بروبانول. وليه بقول عليه 2 بروبانول؟ ان انت لو رحت اخترت اطول سلسله كربون هيبقى فيها 3 كربون بروبا، فيهم الاو اتش عند الكربون الثانيه، فاقول عليه ده كده 2 بروبانول. جميل جميل. طب انا لو عايز ارخم اكتر في الامتحان، مش هقول لك ان بيطلع عندي الكحول، هقوم مكمل. عزيزي هو الايثانول ده يعتبر ايه؟ ده طبعا يعتبر برايمري الكحول. طب بما انه برايمري الكحول، لو انا قمت مكمل وقلت لك ده انا هروح اعمل له كومبليت اوكسيديشن، فكومبليت اوكسيديشن في النهايه هيديني الايثانويك اسيد او الاسيتيك اسيد، اللي هو بتاع مين؟ اسيتيك اسيد او ايثانويك اسيد، اللي هو يا عزيزي الخل، اللي هو الموليكولار فورمولا بتاعته C2H4O2. ها؟ انما اللي تحت ده عشان 2 بروبانول، بص لي كده على الكربونول، الكربون اللي ماسكه بالاو اتش ماسكه بكام اتشايه؟ ماسكه بكام اتشايه؟ هتلاقيها ماسكه باتشايه واحده. معنى ان هي ماسكه باتشايه واحده، اذا ده كده يا دكتور نوعه سكندري الكحول. طبعا هو ماسك باتشايه واحده وماسك باتنين كربون، خلاص، فده كده سكندري الكحول. اهو ده بقى لو قلت لك ان انا هروح اعمل له كومبليت اوكسيديشن، فتقول لي السكندري الكحول بالكومبليت اوكسيديشن يروح يطلع لي كيتون، اللي هو شكله هيكون عامل ازاي؟ التغير فقط بيكون في الفانكشن جروب، بدل ما هي سي اتش ماسكه باو اتش هتبقى سي دبل بوند او، وهنا دي سي اتش 3 زي ما هي، ودي كده سي اتش 3 زي ما هي. اسمه ايه الكومباوند اللي قدامك ده؟ 3 كربون يبقى بروب تبع عيله الكيتون، فيبقى بروبانون. لو رحت عديت عدد السي والاتش اللي عنده، فده هيكون عباره عن C3H4 وهي واحده. شايف بقى الفرق ما بين الكومباوند اللي طلع هنا عشان ده كده اسيد، والفرق ما بين الكومباوند اللي طلع هنا عشان ده كده كيتون؟ وبالمناسبة البروبانون ده كان عندنا في المنهج اللي هو مين؟ الاسيتون. والايكويشن بتاعت ان ال2 بروبانول بالكومبليت اوكسيديشن بتدي لك البروبانون دي موجودة عندنا في المنهج، وهتلاقيها تحت عنوان الاوكسيديشن للسكندري الكحول. بس شايف التربيطها؟ الاتنين هيدروكسي، مش هقعد اعيد بقى نفس الكلام تاني، الاتنين هيدروكسي اليفاتيك اسيد، واحد يحصل له اوكسيديشن عشان عنده سكندري، واحد مش بيحصل له عشان دي تيرشري كاربينول جروب. بس في النهايه الاتنين بالدراي ديستيليشن هيروحوا يطلعوا لي الكحول، ولما يطلعوا لي الكحول اللي كان عنده سكندري يطلع في النهايه الكحول برايمري اللي هو الايثانول، واللي كان عنده تيرشري يطلع في النهايه السكندري الكحول اللي هو 2 بروبانول. ده بيطلع الكحول الكومبليت اوكسيديشن بتاعه بيكون الناتج اسيد، ده بيطلع الكحول الكومبليت اوكسيديشن بتاعه بيكون الناتج كيتون. خدت بالك كده؟ احنا قلنا كل النوتس والتريكات بتاعه الدراي ديستيليشن. ادخل معاك بقى على باقي النوتس بتاعه الالكان. بدل ما اقول لك في الامتحان الكان ادي لك الجنرال فورمولا بتاعته او ادي لك اي وصف من دول، يبقى انا بتكلم عن الكان. لما بلاقي الكان عندي يا دكتور في الامتحان تفكيري بيكون عامل ازاي؟ ان الالكان ده يقول لك احنا هنروح نعمل له ثيرمال كاتاليتيك كراكنج. يعني ايه ثيرمال كاتاليتيك كراكنج؟ يعني بكسر. التركايه والمعلومه اللي بحل بيها اسئله الثيرمال كاتاليتيك كراكنج ان توتال اللي دخل بيكون ايكوال توتال اللي خرج. انا لو اللي بيخرج عندي يا دكتور بيكون 2 كومباوند او اكتر. لو 2 كومباوند، واحد الكان والتاني الكين. طب لو اكتر، عادة يبقى واحد الكان والباقي اين، بقية الكومباوندز اللي بتطلع عندك الكين. طبعا من ضمن الالكينز اللي ممكن يكونوا بيطلعوا عندي هو الايثين.
ماشي. مهم قوي فكره هنا ان انا ادي لك مثلا التوتال وادي لك كومباوند خرج وانت تشوف بقيه الكومباوندز اللي عندك. تعملها ازاي؟ بتشوف توتال اللي خرج ايكوال توتال اللي دخل، فاهم؟ يعني انا لو مدي لك هنا واحد ومدي لك هنا واحد تقدر انت تستنتج التاني، او اديت لك اللي طلع تقدر انت تستنتج اللي دخل. باكد كمان في الفكره بتاعت الثيرمال كاتير كراكنج يحب يلعب معاك بالفيزيكال ستيت. يعني انا عرفت مثلا ان انا هيطلع عندي 2 كومباوند، واحد مثلا 7 كربون والتاني مثلا 3 كربون، فاكيد السبعة كربون ده هيكون ليكويد، سواء بقى هو الكان او الكين، كده كده 7 كربون ده هيكون ليكويد. طيب اللي بيكون يا دكتور 3 كربون ده سواء الكان او الكين هو كده كده هيكون جاز. فتاخد بالك ان الفيزيكال ستيت في سؤال الاورجانيك بيكون يقصد بيها ان انت تاخد بالك من عدد الكربون اللي عندي، ماشي؟ ودي معلومه الفيزيكال ستيت اللي قلناها في الاول. طيب الرابيد كوينشنج دي من الافكار برضو، سيرمال كاتير كراكنج فكره اساسيه، الرابيد كوينشنج فكره اساسيه لازم بتقابلك في الامتحان. ان انا لو عندي الكان زي الميثان فبالرابيد كوينشنج بيطلع لي الايثاين، بيطلع لي الكاين. واخد بالك من النوتس بقى؟ ده الكان ساتوريتد، ده الكاين ان ساتوريتد. طب هو الايثاين اللي بيطلع ده ما بيسيبوش عاده، يقوم مربطه بعديها بال بوليمرايزيشن او الترايمرايزيشن اللي هي هيتنج في الريد هوت نيكل تيوب، فيتحول الايثاين اللي عندك الى بنزين. بدل ما كان عندي حاجات اليفاتيك انا نطيت على الاروماتيك بنزين، ومن هناك اعيش قصتي. بقول الكلام ده عشان اسئله هاو تو اوبتين بالتحديد يجي يقول لك ستارت فروم الميثان او ستارت فروم الكان او ستارت فروم جنرال فورمولا CnH2n+2، ماشي؟ وتروح تبص على الاختيارات اللي عندك تلاقي ان اول اختيار في الاختيارات في اول خطوه من خطوات الرياكشنز تلاقيه بيقول لك رابيد كوينشنج. خلاص وانا مغمض، يبقى مين الالكان اللي يقصده؟ الميثان فيه واحده كربون تديني ايثاين فيه 2 كربون. وعاده بعد ما خطوه الرابيد كوينشنج دي يقوم قايل لك عاده بعديها ايه؟ يلا روح اعمل لي بوليمرايزيشن عشان الايثاين اللي عندي يتحول الى بنزين. فدي نود اساسيه بتقابلك برضو في الامتحان. طيب الحاجه الثالثه اللي ممكن نعملها للالكان هو رياكشن الريفورمينج. ريفورمينج عاده تحصل لحاجه من الاثنين، الهكسان والهبتان. هكسان 6 كربون الكان ساتوريتد يتحول الى الاروماتيك بنزين which is حاجه اليفاتيك اتحولت لاروماتيك unsaturated. 6 كربون يديني 6 كربون. ومش لازم يا عزيزي في الامتحان اقول لك ريفورمينج، انا ممكن اقول لك هيتنج مع البلاتينيوم. فالفيزيكال الكونديشنز هنا مهمه، اللي هي الحاجه اللي بتكون موجوده على السهم، مهمه تغششك تبقى عارف انت مين. مش هقول هيتنج بلاتينيوم غير في الريفورمنج، هنا اقول لك عندي الكان عملت له هيتنج ريفورمنج خلاص وانا مغمض، يبقى اللي طالع عندي هو الايه؟ هو البنزين. لو هكسان 6 كربون يطلع عندي البنزين 6 كربون. طب لو هبتان 7 كربون يطلع عندي التولوين اللي هو 7 كربون. كان عندنا قاعده اساسيه بتقول ايه؟ ان عدد الكربون اللي عندك في الالكان 6 منهم يقفلوا اروماتيك بنزين والكربون الزياده تطلع فوق از برانش. فانا لو عندي 7 كربون هبتان او حتى قلت لك ميثايل هكسان يعني كربونايه راكبه على 6 كربون، ما هي برضو يا دكتور يعني 7 كربون، ف7 كربون بقى جنب بعض هبتان او 6 عليهم كربونايه ستيل برضو ده معناه ان انت عندك 7 كربون، 6 منهم بيقفلوا على شكل البنزين والكربونايه الزياده تقوم طالعه فوق از برانش، فيكون عند حضرتك التولوين. وهنا النوتس بقى من حاجه اليفاتيك ساتوريتد طبعا بيتحول الى حاجه نتيجه الريفورمينج الى حاجه اروماتيك ان ساتوريتد. طبعا الاليفاتيك ساتوريتد ده بيكون نوع الرياكشن فيه سبستيتيوشن، اما الاروماتيك فيقدر يعمل بالسبستيتيوشن والاديشنز. من الافكار اللي قابلتنا واحنا بنحل ادي 6 كربون 4 5 6. 6 كربون دول لو انا قلت لك هنعمل ريفورمينج هتقول لي هيتحولوا يا دكتور الى البنزين. جميل. طب لو قلت لك انا اروح احط كربونايه هنا مثلا اهو، هحط كربونايه هنا، فكده بدل 6 كربون بقى 7 كربون، فلازم يطلع عندي 7 كربون. الستة بيقفلوا على شكل سايكل والكربونايه السبعة تقوم طالعه فوق اهو، فلو هنا عندي CH3 هتقوم طالعه هنا CH3 اللي هو بقى 7 كربون اللي هو التولوين.
طب ما دي يا دكتور احنا قلناها، جاي اكد عليك ايه بقى؟ طب لو انا حطيت 2 كربون 2 CH3 جنب بعض كده از برانش، يبقى لما هقفل نفس الفكره، السته يقفلوا مع بعض 6 والكربونايه الزياده عن السته، انا عندي هنا 2 زياده، يطلعوا 2 زياده اهو يركبوا از برانش. بس اللي باكد لك عليه ان طالما الاثنين هنا جنب بعض، يبقى لما اقفلهم على شكل سايكل هيكونوا الاثنين برانش جنب بعض. فلما لعبك في الاختيارات اقول لك هو الاجابه هتطلع الاثنين برانش كده جنب بعض، ولا يطلعوا بعيد عن بعض كده، او يطلعوا مثلا كده، تقول لي لا يا دكتور طالما هما 2 جنب بعض يبقى هيطلعوا هنا 2 جنب بعض. يبقى القاعده الاساسيه 6 هيقفلوا بنزين والزياده هيركب برانش. طب لو عندي 2 زياده نفس الاماكن بتاعتهم هيفضلوا في النتيجه، بمعنى هما الاتنين برانش دول جنب بعض، يبقى هيطلع عندي هنا الاتنين جنب بعض. طب بقول لك ايه يا دكتور، لو الفرق ما بينهم مثلا كربونايه بالمنظر ده، فهيطلع هنا الفرق ما بينهم كربونايه بالمنظر ده. خلاص جبت لك الاتنين وقلت لك الاتنين جنب بعض، يبقى انا هيطلع عندي هنا الاتنين جنب بعض. وصلت كده؟ طيب اخر حاجه طبعا هو رياكشن السبستيتيوشن، وده اللي بيحصل مع الهالوجينيشن في الظروف الخاصه في النورمال كونديشن. لو عملت هالوجينيشن للالكان نو رياكشن في النورمال في الطبيعي، جبت لي الكان وقلت لي انا هحط عليه هالوجين زي الكلورين Cl2 او البرومين الBr2، هقول لك نو رياكشن. طب عشان يحصل رياكشن لازم في سبيسيفيك كونديشن الترافايلت او سخن لحد 400، وساعتها نوع الرياكشن اللي بيحصل بيكون ايه؟ سبستيتيوشن. يعني ايه سبستيتيوشن؟ يعني تبديل. اسمع وافتكر معايا النوتة، كنا بنقول كل واحدة Cl2 يعني كل 1 مول من الكلورين يعمل سبستيتيوشن واحدة، يعني تبديلة واحدة، يعني شيل اتشاية واحدة بدلها بسيلاية واحدة. فكل واحدة Cl2 هتشيل اتشاية واحدة تحط سيلاية واحدة. هنا شلت اتشاية واحدة حطيت سيلاية واحدة، بدل ايثان بقى كلورو ايثان، بدل ما كان الكان هيدروكربون بقى الكان ديريفاتيف، بقى هيدروكربون ديريفاتيفز لان بقى معاه اتوم مختلف. طب يا دكتور لو انا حطيت 2 Cl2 يبقى يحصل 2 تبديله، نشيل 2 H نحط 2 Cl، فشلت 2 H حطيت 2 Cl، دخل عندك 2 Cl اهو. طب حطيت يا دكتور 3، خلاص بقى بقينا فاهمين كل واحده تبديله واحده، شيل اتش واحده حط Cl واحده. طب حطيت 3 يبقى اعمل 3 تبديله، شيل 3 H حط 3 Cl فيدخل عندك Cl3. باكد على الكلام ده ليه؟ عشان الفرق ما بين السبستيتيوشن والهالوجينيشن في الالكان والسبستيتيوشن والهالوجينيشن في الالكين والالكاين. هنا بقى انا بعمل اديشن، فكل 1 مول من الكلورين كل واحده Cl2 بكسر البوند احط هنا Cl وهنا Cl، فكل واحده Cl2 بتدخل عندي 2 Cl. هنا C2H4 اكسر سيلايه وسيلايه بقت C2H4 زاد عليهم عملت اديشن دخل عليهم 2 Cl2. مهمه قوي يا عزيزي لما اجيب لك سؤال واقول لك انا عندي الفورمولا دي هروح احط عليها Cl2، ها البرودكت اللي بيطلع عندي ايه؟ او اقول لك طلع لي برودكت ما يكونش فيه اتشات، يعني انا عايز اعمل هالوجينيشن. تاخد بالك ارجوك في السؤال لما اجي اقول انا بعمل هالوجينيشن، انا اللي عندي ده الكان ولا اللي عندي ده الكين والكاين؟ وممكن على فكرة تبدأ بالكين والكاين فتوصل لالكان ويطلب منك تكمل، فممكن السؤال يكون مربط المعلومتين مع بعض. في النهاية الخلاصة اخد بالي قوي وانا بعمل Cl2 وانا بعمل هالوجينيشن، هو الكان ولا الكين؟ هو سبستيتيوشن ولا اديشن؟ عشان بتفرق زي ما قلنا في عدد الCl اللي بتكون داخله عندك. خلاص نوت اساسيه كنا اكدنا عليها كتير، مجرد بس سريعا كده ان انا بفكرك بيها. طيب قلنا ان الالكان يا دكتور بيعمل بالسبستيتيوشن مع الهالوجين في الظروف الخاصه، ولكن افكرك ان الالكان ده ما كانش عنده اديشن خالص يا جماعه. اديشن يعني بكسر باي بوند، والالكان والسايكلو الكان ما عندهمش باي بوند،
وبالتالي نوع الرياكشن فيهم بيكون substitution، فما فيش addition. اجي اقول لك بنعمل هيدروجينيشن قول لي لا، الكلام ده على الالكان، وكمان بفكرك على السايكلو الكان. خلاص، هو السايكل والكان طبعا كان ليها تفاصيل وكان ليها اكسترا نوتس وكده. خلاص انا جاي دلوقتي اكد على المعلومات الاساسيه بقى اللي عندنا في المنهج. الكان وسايكل والكان يعملوا بالسبستيتيوشن، الكان وسايكل والكان ساتوريتد ما عندهمش باي بوند، فما عندهمش حاجه اسمها اكثر باي بوند، فما عندهمش اديشن، ما فيش حاجه اسمها هيدروجينيشن او هايدريشن او الاتش سي ال مع الاتش بي ار، ما فيش اللي هو الهيدروجين هالايد، ما فيش حاجه اسمها اوكسيديشن، ما فيش حاجه اسمها ان هو بيريموف الكلر لو حطيت عليه البي ار 2 اللي لونه ريد او حطيت عليه الالكالاين كي من او 4. حته بس الووتر دي عايز افكرك بحاجه، الالكان مش بيعمل هايدريشن، يعني مش بيعمل يعني ايه هايدريشن يا دكتور؟ يعني اديشن اوف ووتر، ان انا اكسر البوند واحط اتش او اتش. ولكن ممكن الالكان اسمع يعمل رياكشن مع الووتر، ايوه، لان احنا كان عندنا رياكشن الميثان جاز مع الووتر كان بيطلع لي الووتر جاز. الايكويشن اللي موجوده عندنا في الاورجانيك بالتحديد تحت عنوان اليوزز بتاعه الميثان، ازاي اقدر استفاد من الميثان. فانا الميثان ده ممكن اعمل له رياكشن مع الووتر فيطلع لي الووتر جاز اللي هي السي او والاتش 2. والايكويشن دي كانت موجوده عندنا في شابتر 1 بالتحديد في الميدريكس فيرنس، ان الميثان بنعمل رياكشن مع الووتر فبيطلع لي الووتر جاز. طب منين يا دكتور هو بيعمل رياكشن مع الووتر؟ عشان بس لو حد ما كانش مركز وما كانش مجمع النوت وبيسالني، ادينا بنقول اهو ازاي بيعمل رياكشن يا دكتور مع الووتر، وازاي حضرتك هنا بتقول لي نو هايدريشن. هو يعمل رياكشن مع الووتر بس ما اقولش عليها هايدريشن. ليه؟ هايدريشن معناها اديشن الووتر، ان انا اكسر البوند واحط في حته اتش وفي حته او اتش. زي فين كده يا دكتور؟ زي هنا اهو. فين؟ اهو، ان انت تكسر البوند تحط في حته اتش وفي حته او اتش، فالالكين كان يتحول الى الكحول. ده الهايدريشن. فاديشن الووتر اللي هي الهايدريشن تنفع مع الالكين تنفع مع الالكاين، والبرودكت بتاعتهم مهمه والفروقات بتاعتهم مهمه هنروح لها دلوقتي. انما اقول لك اديشن الووتر اللي هي الهايدريشن ان انا اكسر البوند واحط اتش و اتش للالكان، لا، فما بيحصلوش هايدريشن. ولكن ممكن يعمل رياكشن مع الووتر زي ما الميثان بيعمل رياكشن مع الووتر، وبتكون ووتر فيبر لان بتكون تمبريتشر عاليه. وزي الميثان يعني لو انا قلت لك الكان مع الووتر فانا بكون بقصد مين من الاخر؟ الميثان. هو ده اللي درسنا له في المنهج، ان الميثان مع الووتر بيديني الووتر جاز. قلنا النوتس هنا نروح على الالكين، ونفس اللي بقوله على الالكين هو بالظبط يمشي على الالكاين. الفرق ايه؟ ان الالكين عنده واحده باي بوند فيعمل الاديشن على خطوه واحده، اما الالكاين فعنده 2 باي بوند فيعمل الاديشن على خطوتين. اذا الكان سايكل والكان مفيش اديشن اصلا. طيب الالكين والالكاين يعملوا اديشن، واحد على خطوه واحده، اما الالكاين فبيكون على خطوتين. ماشي. بالنسبه بقى يا دكتور للاديشن بكسر ازود هنا وازود هنا. عد معايا بقى، انا ممكن اعمل حاجه اسمها هايدروجينيشن الاتش 2، ان انا اكسر واحط هنا اتش وهنا اتش. وهنا افكرك بالمعلومه ان كل واحده باي بوند بتحتاج 1 مول من الهيدروجين، يعني واحده اتش 2. خد بالك 1 مول من الهيدروجين يعني واحده اتش 2 هي عباره عن 2 مول من الهيدروجين اتومز، يعني 2 اتشات. ف1 مول من الهيدروجين واحده اتش 2 يعني 2 مول من الهيدروجين اتوم، واحده اتش 2 يعني 2 اتش اتوم. ماشي. ممكن نعمل هالوجينيشن، هالوجينيشن يعني اديشن للهالوجين زي البي ار 2 او السي ال 2 او الاف 2. هايدريشن اديشن للووتر اللي هي الاتش او اتش. واخد بالك طبعا الفرق ما بين الثلاثه في الهيدروجينيشن والهالوجينيشن والهايدريشن. اما لما اقول لك هيدروجين هالايد فبكسر بحط هنا اتش بي ار وهنا اتش سي ال. الالكين بيحصل له اوكسيديشن، ودي معلومه مهمه جدا. زي مين يا دكتور؟ زي الايثين اللي اسمه الثاني ايثايلين، بالاوكسيديشن يتحول الى ايثايلين جلايكول. اللعبه سهله، اكسر البوند حط هنا او اتش وهنا او اتش. الكلام ده على اي الكين في الدنيا، اي كومباوند عنده دبل بوند
اكسر، او اقول لك عملت له اوكسيديشن، اكسر وحط هنا او اتش وهنا او اتش. خلاص، بعمل اوكسيديشن ازاي؟ يا اما باستخدام ال H2O2 اللي هي الهيدروجين بيروكسيد، يا اما يقول لك بايرز رياكشن، يا اما يقول لك الكالاين KMnO4 مميزه. المره الوحيده في المنهج اللي هتلاقيني بقول الكالاين KMnO4 هو في حاله الاوكسيديشن بتاع مين؟ الالكين. واي الكين قلنا نكسر بوند، حط هنا او اتش وحط هنا او اتش. عندي 2 رياكشن في اللي قدامك دول ليهم الوان، وبالتالي اقدر استخدمهم كتستات. اي ايكويشن يا جماعه ليها لون اقدر استخدمها كتست. وانا هنا بتكلم عن رياكشن الدبل بوند اللي هي الكومباوندز الانساتوريتد، فاقول عليها تيست للانساتوريتد كومباوند، تيست لوجود الدبل بوند، تيست للالكين او للالكاينز. طبعا زي مين كده؟ زي البي ار 2 اللي لونه ريد، ولما بيحصل الرياكشن اللون الريد بيختفي. زي الالكالاين KMnO4 اللي لونها فايولت، ولما يحصل الرياكشن يختفي. افكرك ان اتفقنا ان الالكان بيكون سبستيتيوشن اونلي، الالكي والسايكلو الكان طبعا، الالكين والالكاين بيكونوا اديشن اونلي. طب مين اللي يقدر يعمل بالاثنين؟ الاروماتيك بنزين. واي بيني وبينك اروماتيك كومباوند، يعني مش البنزين بس، لا، اي كومباوند عنده اروماتيك بنزين هيقدر يعمل بالاديشن ويقدر يعمل بالسبستيتيوشن بالاثنين. بس طبعا احنا كنا بنقول ان الاروماتيك بنزين بيكون الباي بوند بتاعته صعب ان هي تتكسر، وبالتالي الاديشن بيكون صعب ان هو يحصل. فالاروماتيك بنزين يحب السبستيتيوشن اكتر ويقدر يعمل بالاثنين، بس هو يحب السبستيتيوشن اكتر لان الباي بوند بتاعته بتكون صعب ان هي تتكسر. اما في حاله الالكين والالكاين الباي بوند بتاعته يا سهله يا رخيصه، سهل على طول ان هي تتكسر. افكرك بماركينيكوفز رول، وماركينيكوفز رول لما بتيجي في الامتحان ما بيقولكش خد بالك انت عندك هنا ماركينيكوفز، لا، هو بيقوم قايل لك برياكشن، وانت المفروض وانت بتعمل الرياكشن ده تحذر وتاخد بالك انا هطبق ماركينيكوفز رول ولا لا. طب انا امتى يا دكتور هطبق ماركينيكوفز رول؟ يوم ما اكون عندي اسيمتريك في الاثنين كربون اللي ماسكين مع بعض بالدبل بوند او بالتريبل بوند، ما يكونش عندهم نفس عدد الاتش، تبقى في واحده غنيه وواحده فقيره، واكون بحط عليه asymmetric reagent. يعني ايه asymmetric reagent؟ يعني يا دكتور الحاجتين مختلفين، HBr HCl HI، ما يكونش Br2 Cl2 H2، ما يكونش اتنين زي بعض. فلو هنا مثلا فانا اقول لك ان الهايدريشن والهايدروجينيشن دول اللي بنطبق عليهم ايه؟ ماركينيكوفز رول. تاخد بالك ان الغني يزداد غنى والغني غني باتشاته، ان الاتش تروح للريتش. فاي سؤال هتكون بتعمل فيه رياكشن اتش حاجه، سواء بقى اتش او اتش اتش بي ار اتش سي ال، حاجتين مختلفين بتحطهم عندك وبتعمل اديشن، تاخد بالك انا بكون محتاج اطبق ماركينيكوفز رول ولا لا. الاتش بتروح للريتش، الغني يزداد غنى والغني غني باتشاته. قلنا كده كل النوتس اللي تخص الالكان والالكين. افكرك بقى بالثلاثه لما نحطهم جنب بعض بشويه نوتس كده اساسيه. اتفقنا ان كل ما عدد الباي بوند بيزيد كل ما الرياكشن ده بيقدر يعمل كل ما يكون الكومباوند ده بيقدر يعمل الرياكشن على خطوات اكتر. يعني انا عندي الالكاين عنده 2 باي بوند فبيعمل الاديشن على خطوتين، اما الالكين عنده واحده باي بوند فبيعمل الاديشن على خطوه واحده، اما الالكان فما عندوش اصلا هيدروجين بوند، فما عندوش اصلا حاجه اسمها اديشن. وممكن نقول على الترتيب ده ان هو ترتيب الاكتيفيتي، على اساس يعني ان ده بيعمل الاديشن على خطوتين فمور اكتف شويه من الالكين اللي بيعمل على خطوه واحده، مور اكتف عن الالكان اللي كنا بنوصفه ونقول عليه ان هو ان رياكتيف عشان عنده اس سنجل سيجما سترونج، صعب ان هي تتكسر، وبالتالي ما كانش عنده اديشن اصلا، وبالتالي نوصفه ونقول عليه ان هو ان رياكتيف، مش بيحب يدخل في رياكشنز. وعشان حتى يقدر يعمل الهالوجينيشن لازم يكون في ظروف خاصه. طيب بالتحديد لو بنتكلم عن حاجه زي البي ار 2،
عشان البي ار 2 كان مميز وكان ليه لون ريد. لو حطيته في العادي على الالكان نو رياكشن، مش هيحصل حاجه واللون الريد يفضل زي ما هو ريد. طب حطيته على الالكين هيحصل رياكشن واللون الريد يختفي، حطيته على الكاين هيحصل رياكشن واللون الريد يختفي. اذا لو انا جيت قلت لك عايزين نقارن، عايزين نفرق في المعمل ما بين الالكان والالكين والالكاين، ممكن باستخدام البي ار 2 اللي لونه ريد. في حاله الالكان مش هيحصل حاجه، يفضل اللون ريد. في حاله الالكين وفي حاله الالكاين يحصل رياكشن واللون الريد بيختفي. بما اننا بنجمع، فاكر مين كمان برضو مع البي ار 2 اللي لونه ريد كان بيحصل رياكشن واللون الريد يختفي ويكون لي وايت بريسبتد؟ يا دكتور الفينولز، البنزين رينج اللي بيكون عندها او اتش، بتقدر برضو مع البرومين تعمل رياكشن واللون الريد بتاعها يختفي. طيب خلينا دلوقتي نكون بنثبت المعلومه بتاعت الالكان والالكين والالكاينز. عايز اكد عليك ان احنا لو بنتكلم في العادي فهنا اللون الريد بيختفي، انما هنا اللون الريد هيفضل زي ما هو، لان احنا بنتكلم في العادي. في العادي ده يعني انا مش حاطط كونديشنز عشان الرياكشن يحصل، لا انا بشوف في العادي مين يعمل ومين ما يعملش. فده ما بيعملش الا في ظروف خاصه، ولما باجي افرق في المعمل مش بكون اكيد بحط الظروف الخاصه، ببقى عايز اشوف في الطبيعي مين يعمل ومين لا. فده ما بيعملش، الاتنين التانيين دول بيعملوا. طب بص الفرق التاني، لو انا بقى في السؤال قمت محدد نمبر اوف مولز، انا دايما بتجنن لما بلاقي في السؤال في نمبر اوف مولز. دايما بقول لك احذر لما تلاقي السؤال وسؤال كيمستري اورجانيك ولا ان اورجانيك، لما تلاقيني في السؤال بحدد النمبر اوف مولز، ركز قوي على رقم النمبر اوف مولز ده، الله يرضى عليك، عشان ده بيفرق معايا في الاجابه. لو انا حددت بقى هنا نمبر اوف مولز وقلت لك هو اللون الريد هيختفي ولا لا، فملخص المعلومه اسمع، لو كميه البي ار 2 اللي هي نمبر المولز بتاعت البي ار 2 اكبر من عدد الباي بوند، اللون الريد مش هيختفي، هيفضل اللون الريد موجود. امتى يا دكتور اللون الريد بيختفي؟ لو نمبر المولز للبي ار 2 ايكوال لعدد الباي بوند، او نمبر المولز للبي ار 2 اقل من عدد الباي بوند، ده كده اللون الريد هيختفي. طب عشان ما ادخلش في قصص، ما هي جمله، لو نمبر المولز بتاعت البي ار 2 اكتر من عدد الباي بوند، اللون الريد مش هيختفي. خلاص، غير كده اللون الريد بيختفي. طيب لو انا جبت هنا واحده وواحده، في حاله الالكين هيحصل رياكشن واللون الريد يختفي. بفكرك ان الريشيو 1 to 1. اما لو عندي 1 مول من الالكاين وحطيت عليه 2 مولز من البي ار 2، فهنا 2 باي بوند مع 2 بي ار 2، هنا اللون الريد هيختفي. وتاخد بالك من الريشيو ان ال1 مول من الالكاين يحتاج له 2 بي ار 2. طب لو انا يا دكتور حطيت على الاثنين 2 بي ار 2، هنا البي ار 2 هيكون اكتر من عدد الباي بوند، فاللون الريد مش هيختفي، اخره يقل شويه. انما هنا 2 باي بوند مع 2 بي ار 2 لا يا دكتور قد بعض، يبقى ساعتها اللون الريد هيختفي تماما. بفكرك طبعا ان البرودكت اللي بيطلع طالما فيه اتوم مختلفه زي البي ار بنقول عليه هيدروكربون ديريفاتيفز، ماشي. افكرك ان احنا كنا عاملين الجنرال فورمولا وقلنا ازاي نقدر نستنتجها. عندي الالكين سي ان اتش 2 ان، لما اعمل اديشن ب 2 بي ار 2 مثلا هيدخل عليه بي ار 2. انما هنا الالكين سي ان اتش 2 ان ماينس 2 لما اعمل عليه اديشن هنا بواحده بي ار 2 فدخل عندي 2 بي ار، هنا 2 بي ار 2 فيدخل عندي 4 بي ار 4. طبعا ممكن اقول لك بي ار 4 سي ال 4 اكس 4، اديها رمز مختلف وليكن زي الاكس، فهي. اما في حاله الالكان فتاخد بالك ان نوع الرياكشن بيكون سبستيتيوشن. يعني ايه سبستيتيوشن؟ يعني تبديله، بدل زائد 2 لا شيل اتشايه فتبقى زائد 1 بس، وبدل الاتشايه اللي انت شلتها دي حط سي الايه او حط بي ارايه، فاهم؟ لان اللي حصل هنا سبستيتيوشن، فتلاقيني بشيل من الاتش بدل زائد 2 بشيل منها واحط بدلها ايه؟ بي ار اي. انما هنا هتلاقيني بعمل اد، بزود، هو 2 سي ان اتش 2 ان، مش هنقص اتشات، مش بعمل تبديل هنا، انا بعمل اد بزود. هحط بي ار 2 فدخل عندي بي ار 2، هحط هنا 2 بي ار 2 يعني 4 بي ار فيدخل عندي في النهايه اد على نفس الالقاين اللي عندي
اد هزود عليه بي ار 4 الاربعه بي ار اللي عندي. وبما اننا بنتكلم عن الهالوجينيشن فتعالى افكرك كمان بنوت وفكره من افكار الاسئله اللي ممكن تقابلك، ان يقول لك انا عندي التولوين هقوم رايح حاطط عليه الكلورين. تاخد بالك على السهم بقى بيكون عندي ايه؟ دي من الافكار الاسئله اللي تقابلك في الامتحان. عندي التولوين يا دكتور هتحط عليه الكلورين في وجود الالترا فايلت بس، ولا انت حاطط عليه الكلورين في وجود كمان كاتاليست، ولا في وجود اكسس من الكلورين في وجود الكاتاليست؟ قال لي انا هحط عليه الكلورين في وجود الالترا فايلت بس، فساعتها ده معناه ان التبديله هتحصل عندك على السي اتش 3 زي الالكان كده، اللي هو شيل اتشايه حط بدلها سي الايه، فبقى عند حضرتك سي اتش 2 سي ال. طبعا الاتش اللي هنا مع السي ال اللي هنا هيطلع على جنب الاتش سي ال، بس يعني مش دي الحاجه دلوقتي اللي هو بيسال فيها، ودي حاجه اساسيه انت اكيد عارفها. يعني انا شلت هنا اتشايه ومن هنا السي الايه، اكيد هيطلع على جنب الاتش سي ال. انا عايز تركيزي على كومباوند التولوين نفسه حصل له ايه؟ البنزين رينج ما جتش جنبها والتبديله حصلت على السي اتش 3 اللي راكبه من عندك فوق زي الالكان كده، شلت اتشايه بدلتها بسي الايه. طب في حالة يا دكتور قال لي ان انا عندي كاتاليست، فالكاتاليست ده بقى هيخلي السي ال اللي عند حضرتك تدخل كضيف على البنزين رينج نفسها. طب ولما بنيجي ندخلها كضيف من النوتس الاساسيه اللي عايز اكد لك عليها، هي القاعده بتاعه صاحب البيت. فكرني القاعده بتقول ايه؟ صاحب البيت لو في او يودي ميتا، ما عدا طبعا العاق او اتش بتودي اورثو وبارا. طيب صاحب البيت لو في او يودي ميتا، هل السي اتش 3 دي فيها او؟ لا، يبقى هتودي اورثو وبارا، تودي مره كده ومره كده، فبالتالي الضيف اللي داخل عليها هيدخل على البنزين رينج مره في البوزيشن اورثو ومره في البوزيشن بارا بالمنظر ده. فيبقى عندي بارا كلورو راكب على التولوين، اورثو كلورو راكبه على التولوين. وطبعا ده معناه ان انا عندي 2 من التولوين مع 2 من السي ال 2 هيطلع لي الاثنين دول، وعلى جنب الاثنين اتش سي ال مكان ما شلت الاتش وحطيت بدلها السي ال. بس بيني وبينك في الاسئله زي السؤال كده اللي حليناه، هو مش بيجي يوضح لك النمبر اوف مولز دي، هو بيجيبه لك دايجرام عندي التولوين ويقوم حاطط لك على السهم الكلورين، وانت من الحاجات اللي على السهم المفروض تستنتج بقى البرودكت اللي بيطلع عندك. ماشي؟ طيب في حاله بقى يا دكتور قال لي ان انا عندي اكسس من الكلورين في وجود الكاتاليست، قلنا ان الكاتاليست ده هيدخل السي ال اللي عند حضرتك دي كضيف على البنزين رينج. بس بما انه يا دكتور قال لي لفظ اكسس، اسمع بقى، هو صاحب البيت ده في الطبيعي بيودي اورثو بارا، ودي النوت الاساسيه اللي عندنا في المنهج. طب اكسترا نوت زي السؤال اللي حليناه مع بعض وسال فيها ان قال لك انا عندي اكسس من الكلورين. في حاله اكسس، ودي اخاف ان اول مره يسال فيها فممكن تقابلك في الامتحان. في حاله ان هو قال لك اكسس، فدي يا عزيزي حاله خاصه كده تفكرك بالتراي نايتروتولوين، معناه ان انا هدخل كل الكلورين اللي اقدر عليه على البنزين رينج دي او على التولوين بقى اللي موجود عندي. طب هو التولوين في العادي بيودي فين؟ مره اورثو ومره بارا. طب انت حطيت اكسس، دخل كل السي ال اللي تقدر عليها. اسمع، هيدخل اورثو وبارا على نفس الرنج. عندي البنزين رينج اهي بتاعت التولوين، هيدخل اورثو في المكانين هنا وهنا الاورثو، ويدخل كمان في البارا. عندي 2 و4 و6 تراي كلورو راكبه على التولوين. تفكرك بالحاله الخاصه بتاعه التي ان تي، كان عنده التولوين حطيت عليه اكسس من النيتريك اسيد 3 بالتحديد اتش ان او 3، فكان بيدخل عندك تراي نايترو تولوين. طب حطيت اكسس كلورين فتراي كلورو تولوين. واخد بالك؟ يبقى انا لو جيت لعبت عليك في الامتحان تركز قوي والنبي على السهم، انت موجود عندك ايه؟ قال لي انا عندي كلورين الترا فايلت بس، اقول له التبديله تحصل على السي اتش 3 اللي فوق. قال لي طب انا عندي الكلورين الترا فايلت في وجود الكاتاليست، فاقول له لا، ده ساعتها هنعمل قاعده صاحب البيت، السي ال دي هتدخل على البنزين رينج مره اورثو ومره بارا، وده اللي بيحصل في الطبيعي. طب حاله خاصه وقال لي لفظ اكسس، يبقى دخل كل السي ال اللي تقدر عليه. هي في الطبيعي مره تدخل اورثو ومره بارا، طب اكسس يدخلوا كلهم اورثو وبارا في المكانين الاورثو وكمان في المكان
البارا. افكرك كمان بالنوتس بقى اللي كنا مجمعينها مع بعض، الفرق ما بين الدراي ديستيليشن، فراكشنال ديستيليشن، ديستراكتيف ديستيليشن، عشان لما تقابلك في الاسئله تركز قوي هو بيقصد مين. الدراي ديستيليشن ده التكنيك ان انا بشيل سونه واحط بدلها اتش، اتكلمنا فيها. الفراكشنال ديستيليشن دي طريقه فصل بتعتمد على البويلينج بوينت. واشهر حاجتين عندنا في الاسئله بيتكرروا نجيبهم من الفراكشنال ديستيليشن من الكول تار هم البنزين والفينول. الفرق ان لو ظبطنا عند بويلينج بوينت 80 تطلع البنزين، لو ظبطنا عند بويلينج بوينت اعلى اللي هي 180 بس الرقم مش عليك يطلع عندي الفينول. فلو بقول لك انا عندي هعمل فراكشنال ديستيليشن للكول تار، على حسب بقى السؤال عندك الاحتمالات ايه. لو قلت فراكشنال ديستيليشن للكول تار وسكت، فعلى حسب بقى الاحتمالات اللي عندك ايه، ممكن بنزين ممكن فينول. طب قال لي فراكشنال ديستيليشن عند 80 يبقى يطلع البنزين. طب قال لي فراكشنال ديستيليشن عند بويلينج بوينت اعلى من بتاعه البنزين، يبقى هو كده هيقصد مين؟ يقصد ان انت هيطلع عندك الفينول. خلاص. اما الديستراكتيف ديستيليشن فدي جت عندنا لما كنا بنعمل ديستراكتيف ديستيليشن للميثان. ومعناها ايه ديستراكتيف ديستيليشن؟ هيتنج في تمبريتشر عاليه قوي، اسمع ان ابسنس اوف اير، في عدم وجود الاير، في عدم وجود الاكسجين. لو في اكسجين يبقى في نار بيرنينج، طب ما فيش اكسجين يبقى ما فيش نار، ما فيش بيرنينج. طب انا هسخن في عدم وجود الاكسجين يبقى مش هيحصل بيرنينج، بس اللي هيحصل ان الميثان اللي عندك يتكسر. فاكر لما مسكنا الورقه وقسمناها نصين؟ اهو نفس الكلام. لو انا عندي الميثان CH4 وعملت له ديستراكتيف ديستيليشن فبيتقسم، يطلع الكربون لوحده والاتشات لوحدها. في الاخر خالص ان شاء الله نفتكر بالروشته تجميعة الرياكشنز اللي كانوا عندنا. المهم ان ديستراكتيف ديستيليشن شايفت الفرق ما بينها وما بين الباقي. وديستراكتيف ديستيليشن احنا قلنا ان هي بتيجي مع الميثان بينفصل ويطلع لي الكربون لوحده. لما اقول لحضرتك فينايل جروب فدي السي 6 اتش 5، ودي لما بتكون موجوده عندي في كومباوند بتعامل معاملة البرانش عادي جدا وتسمى فينايل. اما الفاينايل فدي معناها CH2 دبل بوند CH ماسكه مع حاجه، فاينايل كلورايد يبقى CH2 دبل بوند CH ماسكه مع Cl. طب برومايد هتبقى ماسكه مع Br وهكذا. المهم لفظ فاينايل معناه CH2 دبل بوند CH. طبعا باكد عليك ان انت لو جمعتهم هيكونوا عباره عن C2H3، ودي تهمني قوي يا عزيزي، سواء هي او ال C3H7 اللي ممكن تتفك على شكل الايزو. وده خد بالك جروب مميز، ولكن ده يعتبر كومن نيم اللي كان اسمه الايزو. تفرق معايا قوي دي يا دكتور بيني وبينك فين؟ تفرق لما اجيب لحضرتك كومباوند واقول لك روح سميه، قول لي الايوباك نيم بتاع الكومباوند اللي عندك. فارجوك لو سمحت لما بيكون في براكت او يكون في كاربونز متجمعه لازم افكها عشان اشوف نوع البوند ما بين الكربون ايه، هل هي سنجل ولا دبل ولا تريبل. لما تيجي تفك الشكل اللي عندك لو هو كان عباره عن C3H7 فهو ممكن يتفك بالشكل ده، وممكن يتفك للثلاثه كربون عاديين جنب بعض وتكمل اتشاتهم. فكرة السؤال اللي كنا حليناها في الامتحان الاسترشادي لما قلت لك كان السؤال كان فيه إجابتين صح وكانت غلطة من السؤال بتاع الاسترشادي، وجاب على فكرة نفس فكرة السؤال ده أعتقد في الامتحان الاسترشادي أعتقد التاسع في الآخر، يعني وكان في الثالث تقريبا. الغلطة كانت موجودة في الامتحان الاسترشادي الثالث. جاب نفس فكرة السؤال بس عدل بقى الغلطة دي، خلى فيه اختيار واحد بس ينفع. أعتقد كان في الامتحان الاسترشادي التاسع. المهم يعني ان انا بفكرك بمهارات الحل بتاعتنا اللي كنا بنأكد عليها. لما يجي لك الكومباوند في كاربونز متجمعه او في براكت لازم تروح تفكها عشان تتأكد من نوع البوند ما بين الكاربونز اللي عندك. وفي حالة ان الكاربونز اللي متجمعه C3 او اكتر، جيت قلت لك مثلا عندي C3H7 او حتى اكتر من كده، تاخد بالك ان ممكن يكون ليه اكتر من شكل وانت بتفكه. يا اما تفكهم جنب بعض يا اما تفكهم على شكل برانش. فمثلا دي اكتر واحده سأل عليها او دي الوحيده يعني اللي هو سأل عليها C3H7، ان انا ممكن افكهم 3 كربون جنب بعض كده وتكمل اتشاتك فتبقى CH3 CH2 CH2 ويكمل بقى ماسك مع بقيه الكومباوند اللي عندك. او ممكن تتفك بدل ما ال3 كربون جنب بعض كده هم 2 كربون والكربونايه الثالثه تبقى موجوده از ا برانش. طيب
بالنسبه للميثان والكالسيوم كاربايد فدول اساسيين وبيحب يجيبهم كتير في الامتحان. قلنا ان الميثان بالرابيد كوينشنج بتديني الايثاين، الايثاين بالبوليمرايزيشن هيروح يديني البنزين. اول ما ابدا معاك بالكالسيوم كاربايد مميز. الكالسيوم كاربايد اول ما تشوفه ده العطشان بتاع المنهج وانت مغمض قول لي حط عليه ميه فيطلع عندي الايثاين، ومن الايثاين عاده يقوم مربطها بالبوليمرايزيشن فيطلع عندك البنزين. وبص كنت كاتب لك ايه؟ كنت بقول لك عيش قصتك معاه بقى. شفت انت في الاسئله كتير قوي سؤال هاو تو اوبتين يكون بيبدا بواحد من دول، يقول لك ستارت فروم الميثان او الالكان، ستارت فروم الكالسيوم كاربايد. ازاي في النهايه تجيب حاجه فيها البنزين؟ اي حاجه بقى فيها البنزين لازم تعدي على الخطوتين الاساسيين دول. افكرك بمعلومه البيرنينج للالكان والالكين والسايكل والكان عشان طبعا دول عندهم نفس الجنرال فورمولا CnH2n، وللالكاين اللي هي الجنرال فورمولا بتاعتها CnH2n-2. يعني الناس اللي كانت بتحب تحفظ بالارقام بالرولز كنت قايل لك ده يحتاج كم مول من الاكسجين مع كم مول من الكربون دايوكسيد وكم مول من الووتر بتطلع. طبعا الان دي هي بتعبر عن عدد الكربون اللي موجود عندك في الجنرال فورمولا اللي هي موجوده في الالكان او الكين او سايكلو او الالكاين. وبرضو بنستنتج منها عدد الكربون دايوكسيد ونمبر المولز بتاعت الووتر فيبر اللي بتطلع عندي. هنا بيطلع عندك نمبر المولز بتاعت الووتر اكتر من نمبر المولز بتاعت الكربون دايوكسيد. في الالكين والسايكل والكان بيطلعوا ايكوال لبعض، نمبر المولز للكربون دايوكسيد ايكوال نمبر المولز للووتر. اما في الالكاين فبتكون الكربون دايوكسيد هي اللي اكتر من الووتر. بيني وبينك انا ساعتها قلت لك يهمني قوي النوت الاساسيه اللي تحت دي عشان دي ممكن توفر عليك كتير قوي في الحل. طب انا لو نسيت يا دكتور النوت دي قلت لك تقدر تستنتجها ببساطه من اي ايكويشن كروكي تقدر تكتبها، او تفتح كتاب المفاهيم تبص على ايكويشن بيرنينج الكان او الكين او الكاين فتقدر تستنتج النوت اللي تحت دي. اما بالنسبه للحسابات والارقام فكنت بقول لك برضو حتى لو انت نسيتها تقدر تستنتجها من الايكويشن كروكي. او لما يجي لك السؤال ويقول انا بعمل بيرنينج في وجود الاكسجين لاورجانيك كومباوند اكس، انا مش عارف مين اكس ده بس بيقول لك ده بيطلع لي وليكن مثلا 2 CO2 زائد 3 H2O، ويقول لك مين اكس ده، مين الكومباوند اللي عندي ده. فكنا متعلمين طريقه سهله قوي ان بمجرد النظر يا دكتور دي ايكويشن بيرنينج يبقى لازم اللي خرج يكون ايكوال اللي دخل. انا مش بسالك هنا عن الاكسجين فبص هو عامل ايه، شاطب على الاوهات اللي عندي، انا ما يهمنيش الاكسجين، انا عايز اعرف الكومباوند اللي عندي ده هو مكون من كام سي ومكون من كام اتش، مين الاورجانيك كومباوند اللي عندي ده. فتعملها ازاي؟ كنت بقول لك بص على عدد السي او 2 اللي طلع عندك وركز على السي. انت طلع عندك 2 سي او 2، ايوه يعني كام سي؟ يعني 2 سي. طالما طلع عندك 2 كربون يبقى كده هو كان فيه 2 كربون اللي هو السي 2. طيب عد عدد الاتشات اللي عندك، طلع عندك كام اتش؟ 3 اتش 2. 3 اتش 2 دول يعني كام اتشايه؟ يعني 6 اتش. فيبقى اذا يا دكتور انا عندي اتش 6 سي 2 اتش 6 اللي هو الايثان. فلو انت فاكر القاعده بتاعت الحسابات والارقام والرولز تقدر تجيبها من خلالها. طب انا يا دكتور ما افتكرتش دي، عادي متعلمين طريقه سهله ان من خلال عدد الكربون دايوكسيد اللي طلعت اقدر استنتج عدد الكربون، ومن خلال الووتر فيبر اللي طلع اقدر استنتج عدد الاتش، ولو عرفت عدد السي والاتش يبقى انت مبروك عرفت مين الاورجانيك كومباوند اللي عندنا. افكرك كمان ان السي ان اتش 2 ان عشان الناس بتنسى ان هو يمشي الكين ويمشي سايكلو الكان. لو انا حددت في السؤال وقلت لك ده ساتيوريتد او قلت لك ان ده سايكلو يبقى انا بتكلم عن السايكلو الكان. طب لو انا قلت لك ان هو unsaturated او ايه سايكليك اوبن تشين يبقى انا بتكلم عن الالكين. فتاخد بالك ان الفورمولا لما يديها لك دي هو بيقصد منها في السؤال يقصد مين بالظبط، لان انا لو عندي الكين فانا بفكرك برضو ان نوع الرياكشنز في الالكين بتكون بالاديشن، اما في السايكلو الكان نوع الرياكشن بيكون بالسبستيتيوشن.
وطبعا الالكين بيستارت من اول 2 كربون، فده لازم يكون عندك 2 كربون او اكتر عدد الان. اما السايكلو الكان بتستارت من اول 3 كربون او اكتر، اللي هو من اول السايكلو بروبان، اقل من كده مفيش طبعا. فيبقى عدد الكربون هنا من اول 3 كربون فيما اكتر. باكد عليك ان الاروماتيك بنزين والله العظيم 3 بترياكت بالاديشن وترياكت بالسبستيتيوشن. بالاديشن زي الالكين والالكاين، بالسبستيتيوشن زي الالكان والسايكلو الكان. بس هو يحب انهي اكتر؟ يحب السبستيتيوشن. انهي اسهل؟ السبستيتيوشن. اما الاديشن فالباي بوند بتاعه الاروماتيك بنزين بتكون صعب ان هي تتكسر due to resonance، نتيجه ان هي بتكون محبوسه جوه البنزين رينج وقاعده بتلف حوالين بعضها، فبيكون صعب ان انا اكسر الباي بوند دي. عشان كده هو ما بيحبش الاديشن بس بيحب السبستيتيوشن. باكد ان هو بيقدر يعمل بالاثنين بس بيحب السبستيتيوشن اكتر. باكد ان الكلام ده مش بس على الاروماتيك بنزين، لا، على اي اروماتيك كومباوند. يعني اي كومباوند يحتوي على البنزين رينج. قلت لك بنزين، قلت لك تولوين، قلت لك فينول، بنزين راكب عليها CH3، راكب عليها OH، ايا كان بنزين لوحدها. المهم ان طالما في اروماتيك بنزين يقدر يعمل بالاثنين. باكد عليك ان الاروماتيك بنزين ملهاش حاجه اسمها اوكسيديشن، مش بتغير اللون بتاع البرومين. فحطيت عليها الBr2 اللي لونه ريد هيفضل زي ما هو ريد زي الالكان. حطيت عليها حاجه تعمل اوكسيديشن زي مثلا الKMnO4 مش بيحصل لها اوكسيديشن. فنو اوكسيديشن نو تشينج للBr2. اكد عليك ان الكومباوندز اللي بيكون عندها السيجما بوند SSS سنجل سيجما سترونج صعب ان هي تتكسر اكسبت مين؟ اكسبت السايكلو الكان الصغيرين، بالتحديد زي السايكلو بروبان والسايكلو بيوتان، لان الانجل فيهم بتكون صغيره. واحنا عارفين في السايكلو كل ما تكون الانجل صغيره كل ما يكون الاوفرلاب بين الاوربيتال ضعيف، فالبوند ضعيفه سهل ان هي تتكسر. فالسيجما بوند في حاله السايكلو الكان زي السايكلو بروبان والسايكلو بيوتان بتكون سهله ان هي تتكسر، بيكون مور اكتف. والعكس بقى، كل ما الانجل بتكبر كل ما بيكون البوند قويه وبيكون ليس اكتف، ما بيحبش يدخل في رياكشنز زي السايكلو بنتان وزي السايكلو هكسان. لو قلت لك رتبهم لي فتقول لي كل ما كانت الانجل صغيره كل ما الاوفرلاب ضعيف، كل ما البوند ضعيفه سهل ان هي تتكسر، كل ما هو مور اكتف زي الطفل الصغير الشقي، فاكر؟ اكتيفيتي عاليه ليس ستيبل. والعكس كل ما كانت الانجل كبيره كل ما يفكرك بالراجل الكبير، كل ما يفكرك ان الاستابيليتي عاليه يكون مور ستيبل ولسه اكتف. الباي بوند عاده على طول بنقول سهل رخيصه ان هي تتكسر زي الالكين والالكاين. اما الا في حاله زي ما اتفقنا اكسبشن الاروماتيك بنزين ديو تو ريزونانس ان الباي بوند بتكون صعب ان هي تتكسر. ومن التريكات والافكار اللي ممكن يلعبك بيها ان هو مثلا يقوم جاي مديلك جنرال فورمولا CnH2n-1Cl وليكن على سبيل المثال زي C4H7Cl. اهي دي يا عزيزي فورمولا ممكن تمشي معاك على حاجه من الاثنين، يا اما عيله السايكلو الكان زي المثالين اللي انا حاططهم لك دول، يا اما تمشي معايا على عيله الالكين بنفس المنطق. مش انا لسه قايل لك ان CnH2n تمشي عيله الكين وتمشي عيله سايكلو الكان؟ وقلت لك لما يجي لك في السؤال وليكن مثلا بقول لك انا عندي C4H8 فتاخد بالك قوي، لان انا في السؤال لو قلت C4H8 وسكت تمشي الكين بيوتين وتمشي سايكلو الكان زي مثلا السايكلو بيوتان تمشي 2، او ممكن يبقى برضو الايزومرز بتاعتهم. اللي اقصده يعني ان انا لو اديت لك الفورمولا دي وانت لقيتها CnH2n وليكن زي C4H8 هتقول لي يا دكتور ان هي تمشي في الاحتمالين. لو انا في السؤال حددت وقلت ان دي ساتيوريتد او قلت لك ان دي سايكلو يبقى سايكلو الكان. طب لو قلت ان دي unsaturated فيها دبل بوند او اوبن تشين اي سايكليك يبقى دي الالكين. وطبعا او لو قلت لك ان احنا هنعمل بالاديشن يبقى انا اقصد الالكين، لو قلت لك ان احنا هنعمل لها رياكشن سبستيتيوشن يبقى انا اقصد السايكلو الكان. المهم يعني ان ايه، يدي لك احتمال هو يقصد مين، وده عاده اللي يجي في الامتحان. طب لو هو ما اداش يا دكتور احتمالات يبقى انا بفكر في الاثنين، ممكن كده وممكن كده. ودي كده الشكل الدايركت شويه. لو عايز اجيب بقى السؤال تريكي قوي هقوم جاي عامل ايه، شايل اتشايه وحاطط بدلها سئلايه، فبدل C4H8 تبقى C4H7، حط بدلها سئلايه بقى عندي سئلايه اهو.
اهي دي الفكره التريكي اللي حبيت بس اكون باكد لك عليها، وليكن زي السؤال اللي عندي هنا اهو. طب معلش يا دكتور بطريقه تانية، انا ازاي لما يجي لي في الامتحان ماشي انا فاهم ان الالكين والسايكلو الكان ممكن يكون لما يديني فورمولا عشان هم ايزومرز لبعض ممكن يكون عندي الاحتمالين، انا بقى يا دكتور اعرف ازاي؟ فكرني لما يديني وليكن فورمولا زي دي في الامتحان اعرف منين ان هو يقصد السايكلو الكان او الالكين؟ كان عندنا يا عزيزي مهارتين حل افكرك بيهم. مهاره الحل الاولى ان انت لو انا جاي مثلا بقول لك عندي سي ان H2N ده كده الالكين او السايكلو الكان، انا ممكن اقوم عامل ايه بقى؟ اشيل اتشايه واحط بدلها سي، فبدل H2N شيل اتشايه تبقى -1 كده، شلت اتشايه حط بدلها سي فبقى عندي Cl اهو. طيب خليها بالارقام بنفس الفكره، تعالى يلا والنبي يا رب، يا رب اكرمهم والنبي يا رب عبال ما الشاشه تتعمل يا رب، ها يا رب. فانا ممكن اقوم جاي عامل ايه؟ اقوم لو انا هديلك سؤال بالارقام اقوم قايل لحضرتك C4H7Cl زي الفورمولا اللي عندك اهو. افكرك سريعا بمهارتين الحل. مهاره الحل الاولى كنت اقول لك ممكن نشيل الهالايد ونحط بدلها اتشايه، فبدل H7 تبقى H8 فتلاقي ينطبق عليها CnH2n، فتفهم ان انت عندك الاحتمالين. طب بلاش الطريقه دي بمهاره حل تانية ودي اسهل، كنت اقول لك ان انت تقدر تروح تجرب ترسم الكومباوند اللي هو مديهولك ده كروكي. فلما تيجي ترسم الفورمولا دي اهو اللي هي كانت استغفر الله العظيم، اللي هي كانت هنا C4H7Cl اهو. مفيش وقت بقى نوقف ونعيد تاني على طول اهو. يلا ادي الفورمولا اهو. قول لي يا دكتور الطريقه والاسهل ان انا لما يجيب لي فورمولا اعرف منين هو يقصد انهي عيله؟ كنت بقول لك تروح ترسمها كروكي. مش انا عندي هنا C4 4 كربون، تعالى لما نرسم كربون، تعالى لما نرسم كربون 2 3 4، عند حضرتك كام H7 حطهم في اي حته انت عايزها، وليكن هاجي هنا احط 3 اتشات واجي هنا اقوم حاطط اتشاي واجي في الاخر، لان طبعا في الاخر برضو لازم يبقى فيه اتشات. انا كده حطيت 4 ادي 5 ادي 6 ادي كده 4 2 6 وليكن مثلا هنا 7 اهو. املى اللي على الاطراف اتشات هنا واتشات هنا. خلاص بعد ما مليت 3 هنا و3 هنا اتفضل معايا اتشايه حطيتها في النص. دكتور ما تنساش كمان ان انا عندي سيلايه، حاضر قمت جاي حاطط السيلايه هنا اهو. بعد ما رسمت كروكي عدد السي والاتش واي كان بقى هالايت CL BR ايا كان، رسمت الحاجه اللي هو بيقولها لي عليها كروكي. روح انت بقى بنفسك بص على نوع البوند اللي ما بين الكربون. بعملها ازاي دي يا دكتور؟ بتاكد ان كل كربون بيكونوا ماسكين ب4 بوندز. رحت بصيت هنا لقيت يا دكتور ان الكربونايه دي ماسكه ب3 بوند بس والكربونايه دي ماسكه ب3 بوند بس، يبقى اكيد نوع البوند اللي ما بينهم مش سنجل. اجرب اخليها تبقى دبل، هي ظبطت كده. الكربون دي ماسكه ب4 كده، الكربون دي ماسكه ب4 ودي ماسكه بال4 ودي ماسكه بال4 كده، انا رسمته مظبوط. فلما هتروح ترسمه هتتفاجئ ان هو مين؟ ان هو يتبع عيله الالكين. لما تلاقي بقى الكومباوند اللي عند حضرتك الكين ما تسكتش، خد بالك ان هو ممكن يكون احتمال ايه؟ سايكلو الكان. ايوه يا دكتور بس ده هالوجينيتد في Cl عادي، ما انت الكين في Cl هيبقى سايكلو الكان في Cl اهو او Cl اهو. والطريقه دي تقدر تطبقها على اي حاجه. طب افرض يا دكتور لما رسمت لقيت ان انا عندي تريبل بوند، لما رحت اعد عدد الكربون عشان كل كربون تبقى ماسكه ب4 بوند، وليكن مثلا ما كانش قايل ان في اتش وسي ال، فساعتها كنت هحط تريبل بوند كده، فاهم؟ طب يا دكتور انا بعد ما حطيت الاتشات والسيلات لقيتهم كلهم ماسكين مع بعض بسناجل، خلاص يبقى ده كده الكان. اذا اسهل طريقه لما ادي لحضرتك فورمولا واقول لك هي الفورمولا دي هنروح نعمل لها رياكشن، لازم اقف لحظه واشوف هي الفورمولا دي تتبع عائله مين. اسهل طريقه زي ما اتفقنا ان انت تروح تجرب ترسمها كروكي. والله جربت ترسم واتاكدت ان كل كربون عندك ماسكه بال4 بوند ولقيتهم كلهم سناجل، يبقى ده الكان. طب جيت تتاكد ان الكربون ماسكه بال4 بونز لقيت زي ما انا عملت كده ان هم لا يا دكتور مش مظبوطه، فتجرب تبقى دبل، تجرب تبقى تريبل، لقيتها تريبل يبقى ده الكاي. طب لقيتها زي ما انا عملت كده ان انا هنا لما جيت رسمت لقيت ان انا هنا لو حطيت وليكن هنا اتشاي وهنا سله، طبعا مش هتفرق، هتحط لي بقى السلايه هنا هتحطها لي هنا تقول لي حطها لي هنا، مش فارقه،
انا برسم رسمه كروكي عشان اعرف بس نوع البوند اللي عندي. لما جيت حطيت السي ال والاتشات في اي مكان هتلاقي لازم ان في كربون ماسكه ب3 والكربون اللي جنبها ماسكه ب3، يبقى انا كده يا دكتور عندي مشكله، يعني اكيد مش ماسكين مع بعض بسنجل، فتقوم رايح حاططها بدبل. خلاصه الكلام ده، انا عارف ان الناس عارفه مهاره الحل دي، بس خلاصه الكلام النوت والتركيه اللي باكد لك عليها ان انت لو لقيت الحاجه اللي عندك الكين في دبل بوند ما تفكرش ان هو الكين بس، ما تنساش ان الالكين ليه ايزومر هو السايكلو الكان. فانا لو عندي يا دكتور فورمولا ادهاني ولقيت ان هي فيها دبل بوند، فالفورمولا دي ممكن يكون يقصد بيها ان هو الايه؟ السايكلو الكان. خلاص؟ طبعا لو هي الكين فدي سهله ما فيهاش مشكله. طيب لو اداني الفورمولا وقال لي دي ساتيوريتد، طبعا انت لو جربت ترسمها كانها الكان ساتيوريتد هتلاقي ان هي مش مظبوطه. طب ازاي ساتيوريتد وهي يا دكتور مش مظبوطه الكان؟ يبقى ساعتها تفكر ان هو يكون مين؟ السايكلو الكان. اذا لو انا ريحتك وقلت لك ان دي ساتيوريتد، خلاص كده انا بتكلم عن السايكلو الكان. طب سبتها كده يبقى ممكن سايكلو الكان وممكن الكين زي ما عملنا. خلاص؟ الالكين امره سهل، انا بس كنت بركز عليك ان انت لما يبقى عندك حاجه الكين فيها دبل بوند لو سمحت كمان فكرني في السايكلو الكان. طيب اكتر فكره تريكي بقى لو هو حب يلعب معاك قوي، ودي من عندي وان شاء الله يعني ان شاء الله لو جات لك تبقى انت اخدت بالك من الفكره اهو. لو انا جبت لك فورمولا زي دي وقلت لك ان دي ساتيوريتد، فخلاص فهمنا ان هو يقصد ايه؟ سايكلو الكان. طيب ايه الاحتمالات اللي ممكن تكون عندي بقى يا دكتور للسايكلو الكان؟ والله عندي 4 كربون، فممكن يكونوا ال4 كربون ماسكين مع بعض على شكل سايكل، او ممكن يكونوا 3 كربون سايكل والكربونايه الرابعه محطوطه از برانش. طبعا ارسم بالمنظر ده او المنظر ده صح، ارسم بالمنظر ده او بالمنظر ده صح. ماشي؟ هنا الكربونايه دي اللي في السايكل نفسها هي اللي موجوده عندك هنا، انما هنا الكربونايه دي اللي راكبه فوق از برانش. ادي السايكل اهو عندي، ادي السايكل اهو، كربونايه سايكل سايكل سايكل، ادي شكل المثلث اللي عندك اهو، ادي شكل المثلث اهو. الكربونايه بقى اللي راكبه از برانش هي دي الكربونايه اللي موجوده عندك هنا. خلاص؟ فانا حاطط لك الشكلين عشان يعني لو حب يلعب معاك. طيب في حاله مثلا زي كده يا دكتور وقال لي ان احنا هنعمل الكالاين هيدروليسيس كي او اتش، فعلى طول اي الكالاين هيدروليسيس شيل هالايت حط بدلها هيدروكسايد، اشيل السي ال او مريح حاطط بدلها الايه؟ حاطط بدلها الاو اتش، بقى عندي الكحول. بس ده ما اقولش عليه الكحول عادي الصراحه، ده بقول عليه سايكليك. المهم مش فارقه، المهم ان انا عندي هنا ايه؟ هالايت شلته حطيت بداله او اتش. طب كمل وقال لي هنروح نعمل اوكسيديشن، اقول له لحظه، بناء على نوع الالكحول اللي عندي. الالكحول اللي عندي الكربونول جروب ماسك باتشايه واحده، اذا ده كده يا دكتور نوعه سكندري الكحول او سكندري كربونول جروب، بدليل ان هو ماسك ب2 كربون اهو وماسك باتشايه واحده. طب بما انه سكندري يبقى بالاكسيديشن يتحول الى كيتون سي دبل بوند او. الفانكشن جروب بتاعي الحمد لله، الفانكشن جروب بتاعي الكيتون. طب بص على الاحتمال اللي تحت ده، لو انا قمت رايح عامل الحمد لله، لو انا شلت الهالايد هنا وقمت رايح حاطط بدلها هيدروكسايد، في الحاله دي بقى اللي موجود عند حضرتك هنا هو عباره عن برايمري الكحول، لان دي برايمري كاربونول جروب. الكربون اللي ماسكه بالاو اتش ماسكه ب2 اتش وماسكه بكربونايه واحده اللي هي هنا، يبقى ده كده برايمري، والبرايمري بالكومبليت اوكسيديشن في النهايه بيروح يتحول الى اسيد. التغير فقط بيكون في الفانكشن جروب، فبدل CH2OH بتاعت الكحول هتبقى COOH بتاعت اسيد. زي هنا بدل CHOH بتاعت الكحول هتبقى C دبل بوند O بتاعت كيتون. شوف بقى هنا المولكيولار فورمولا طلعت عامله معاك ازاي، وده كيتون. شوف هنا المولكيولار فورمولا طلعت عامله معاك ازاي، وده اسيد. انا مش بقول لك احفظ السؤال، انا بقول لك افهم المعلومه. طلعنا من التركايه والفكره دي ان انا فكرتك بحاجتين، ان الالكين والسايكلو الكان ايزومرز لبعض، ان انا لما ادي لحضرتك جنرال فورمولا او مولكيولار فورمولا متجمعه كده واقول لك هنعمل لها رياكشن، لازم تمسك الفورمولا دي واسهل طريقه ان انت تروح ترسمها كروكي زي ما اتفقنا وتشوف نوع البوند ايه. لقيتهم سناجل الكان، لقيت في تريبل بوند الكاين، طب لقيت دبل بوند ما تقوليش الكين وتسكت ارجوك، ممكن يكون الكين ممكن يكون سايكلو.
وطبعا لو انا كملت الرياكشن فنفس الحاجه اهو، هنا عندي سكندري تطلع كيتون، هنا عندي البرايمري فتطلع في النهايه ان انا عندي الاسيد ده. طبعا مش محتاج اكد عليك الجنرال فورمولا والعلامات المميزه للعائلات اللي كانوا عندنا في بارت 2، دي حاجه اساسيه. فلما بيجي لي كومباوند دايما انا بروح ابص على الفانكشن جروب او العلامه المميزه، الكومباوند ده يتبع عائله مين. افكرك بتركايه مهمه وسال عليها كتير في الاسترشادي، وكنت اقعد اكد عليك واقول لك خد بالك، والاخر مره اهو بقول لك خد بالك ان انا لما بيكون عندي او اتش ماسكه مع رنج فاضيه، او او اتش ماسكه مع كربون عاديه، وبعدين الكربون دي هي اللي ماسكه بالبنزين رينج، دول يا حبيب قلبي مش فينولز. امتى اقول فينول؟ لو انا عندي الاو اتش ماسكه دايركتلي مع البنزين رينج، انما في فاصله في النص ما بينهم كربونايه زي هنا، او ماسكه مع سايكل فاضيه، يبقى ده كده الكحول نوت فينول. ماشي. باكد عليك ان انا لما بيكون عندي اسيد واقول لك هات لي السولت اوف اسيد، فدي الحاجه اللي بيكون اولها صوديوم واخرها 8، ودي على طول بنروح نعمل لها ايه؟ دراي ديستيليشن. ماشي. كنت بفكرك كمان بالكومباوندز السمبلست، ودول مش محتاج ان انت تحفظهم على قد ما انت تبقى فاهم في الامتحان. لما اقول لك لفظ سمبلست، انا لو قعدت احفظك الحاجات السمبلست اللي عندنا في المنهج هيبقى جداول كتيره قوي، وده حرام ان انت تضيع فيه وقت. الحاجات اللي انت فاكرها من كتر الحل ماشي، انما انا بتكلم يوم ما يجي لك في سؤال ويقول لك كلمه سمبلست فتركز قوي. سمبلست معناها اقل عدد من الكربون ممكن يكون عندي. فلو انا قلت سمبلست الكحول، ابسط الكحول ممكن يتكون عندي من عدد الكربون هو كربونايه واحده، حط لها يا دكتور او اتش، كده بقى عندك الكحول. وعشان سمبلست فانا هخلي كربونايه واحده بس. طب لما تكمل الباقي تشات هتبقى السي اتش 3 او اتش. ده ابسط الكحول، السمبلست الكحول اللي هو الميثانول. وهكذا بقى لما اقول لك سمبلست الكان، يبقى الكان في كربونايه واحده ميثان. طب بص الحته دي، لو انا قلت سمبلست الكان ليكويد مش جاز، سمبلست الكان ليكويد، الليكويد يا دكتور بيبدا من اول 5 كربون، فانا عشان يكون عندي ابسط حاجه الكان بس يكون ليكويد يبقى لازم يا دكتور يكون من اول 5 كربون، وساعتها هيكونوا عباره عن C5H12. ففي فرق ان انا اقول سمبلست الكان واسكت، اقول لك سمبلست الكان جاز، اقول سمبلست الكان ليكويد زي الكحول، اقول لك سمبلست الكحول واسكت يبقى الميثانول. طب انا ممكن اقول لك سمبلست سكندري الكحول، سكندري الكحول ما ينفعش الميثانول لان الميثانول برايمري. اجرب يا دكتور اخلي فيه 2 كربون C2H5OH فيبقى ايثانول، الايثانول ده برايمري برضه. فاقل حاجه سمبلست، اقل حاجه عشان يكون سكندري الكحول لازم يكون اتليست على الاقل عنده 3 كربون اللي هو ال2 بروبانول، عشان يكون كربون ماسكه بالاو اتش وعندي 2 كربون تانيين. فاهم عايز اقول لك ايه؟ ما ينفعش اقعد احفظ السمبلست وخلاص، لا، لان في الامتحان ممكن اقول لك سمبلست الكحول واسكت، اقول لك سمبلست الكحول سكندري، اقول لك سمبلست الكحول تيرشري، اقول لك سمبلست الكحول يحصل له اوكسيديشن يديني كيتون، اقول لك سمبلست الكحول يحصل له اوكسيديشن يديني اسيد، سمبلست الكحول مش بيحصل له اوكسيديشن اصلا يبقى اقصد التيرشري. فاهم؟ فانا مش محتاجك ان انت خلاص دلوقتي تقعد تضيع حفظ في وقت كل الحاجات السمبلست اللي عندنا. انا اللي يهمني ان لما يجي لك السؤال تعرف تتعامل معاه. اتعامل معاه ازاي؟ تبقى فاهم ان سمبلست هو اقل عدد من الكربون ممكن يكون عندي. خلاص. وانا هنا عامل لك تجميع للسمبلست برايمري وسكندري وتيرشري، السمبلست ايثر، سمبلست الدهايد، سمبلست كيتون. وطبعا بقول لك ان الالدهايد ابسط حاجه ممكن يبدا من اول ايه؟ كربونايه واحده، انما الكيتون بيستارت من اول 3 كربون. يفكرك كده بالسايكل والكان بتبدا برضو من اول 3 كربون. الاسيد ممكن يبدا من كربونايه واحده، انما الاستر اتليست لازم يبدا من اول 2 كربون. يفكرك كده بالالكين والالكاين لازم تستارت من اول 2 كربون. فلما اقول سمبلست استر يعني استر ابسط حاجه. هل ينفع استر يبقى فيه كربونايه واحده؟ لا، ابسط حاجه للاستر ان يكون عندي الفانكشن جروب اللي هي COO ويكون ماسكه بعديها بكربون. فمثلا يلا بقى، فمثلا اهو COO ينفع كده اقول لك ان انا عندي استر؟ لا، ابسط حاجه لازم يبقى فيه كربونايه هنا كمان.
فتحط هنا CH3. طب قبل الCO يا دكتور؟ لا عادي، ممكن ما يبقاش فيه كربون، ممكن يبقى فيه اتش. فده كده ابسط استر اللي كان عندك اللي هو اسمه ميثايل ميثانويت. ماشي. فكلمه سمبلست معناها اقل عدد من الكربون ممكن تعمل بيه الكومباوند ده. طيب بفكرك بيه التستات بتاعه الديتكشن، وده 100% كان لازم بيكون سؤال اساسي في الامتحان. افكرك ان الاسيديفايد KMnO4 او K2CR2O7 الاثنين اوكسيدايزنج ايجنت، الاثنين لونهم بيتغير لما بيحصل الاكسيديشن، والاثنين زي بعض بالظبط، الفرق الوحيد منهم تغير اللون. الKMnO4 لونها فايلت، K2CR2O7 من الاورنج للجرين. ايه الحاجات يا دكتور المشهوره عندنا يحصل لها اوكسيديشن؟ برايمري الكحول، السكندري الكحول الالدهايد، وكمان من الان اورجانيك اشهر حاجتين كان زي الايرون 2 والنيترايت. كده كده كنا مجمعين الحاجات اللي يحصل لها اوكسيديشن في بارت شابتر 2. ماشي. طب الحاجات يا دكتور اللي مشهوره عندنا هنا مش بيحصل لها اوكسيديشن، عندك الاسيد، عندك الكيتون، واهم حاجه التيرشري الكحول. ها، لما بيحب يسال عن التيرشري الكحول مش بيقول لك تيرشري الكحول، بيقول لك الالكحول اللي كانوت بي اوكسيدايزد، الالكحول اللي مش بيحصل له اوكسيديشن. يبقى انا بقصد مين؟ يبقى اكون بتكلم عن التيرشري الكحول. بفكرك طبعا ان الايرن 3 والنايتريت دول ما كانش بيحصل لهم اوكسيديشن. الكالاين KMnO4 مميزه، اول ما بشوفها في المنهج دي تخص الاوكسيديشن بتاع الالكين. اي الكين في الدنيا اقول لك بنعمل له اوكسيديشن، نحط عليه الكالاين KMnO4، تقول لي اللون الفاليد بتاعه بيتغير، تقول لي النتيجه ان انا بكسر البوند، احط هنا OH وهنا OH. الBr2 اللي لونها ريد قلنا مع الالكين ومع الالكاين الحاجات الانساتوريتد، لو في دبل او تريبل بوند عندك اللون الريد بيختفي. ما تنساش كمان ان الفينولز بتكون لي الوايت بريسبتد. اما الايرن 3 كلورايد فده لونها الفر كلورايد، بتديني فايلت مع الفينولز. ويا عزيزي باكد والله لما بقول فينولز فانا ما اقصدش الاو اتش اللي ماسكه مع البنزين رينج اللي هو الفينول بس، لا، بكون بقصد اي او اتش ماسكه مع بنزين رينج، سواء او اتش واحده اللي هو الفينول، 2 او اتش ماسكه مع بنزين رينج اللي هو الكاتيكول، 3 او اتش ماسكه مع البنزين رينج اللي هو البايروجالول، او حاجه زي الساليسيليك اسيد ما هو عنده او اتش فينول، عنده او اتش ماسكه مع البنزين رينج، او حاجه زي المارخ اويل ما هي عندها او اتش فينول، او اتش ماسكه مع بنزين رينج. اذا قاعده اي او اتش ماسكه مع بنزين رينج على طول تقول لي مع الفرك تديني فالت، فينول فرك فالت. ما انساهاش لما بيحب يلعب على الساليسيليك اسيد، يلعب على المارخ اويل، ويقوم قايل لحضرتك ده انا عندي كومباوند. طبعا لو بتكلم عن المارخ اويل هقول لك استر، لو بتكلم عن الساليسيليك اسيد هقول لك ده انا عندي اسيد. المهم يقول لك عندي استر او عندي اسيد بيخلي مع الفر كلورايد يديني فالت، فاذا انا كده بتكلم على الاثنين دول. مهمه بقى ان اي او اتش ماسكه مع بنزين رينج تديني فرك فينول. الاسيديتي تيست، الصوديوم كربونات والصوديوم باي كربونات عندنا في المنهج دول بيخصوا السي او او اتش فقط، يعني لازم يكون عندي كربوكسيليك جروب، لازم يكون عندي كربوكسيليك اسيد عنده السي او او اتش، وبالتالي لما تحط عليه الكربونات او الباي كربونات يحصل ايفرفيزنس ويطلع عندك الكربون دايوكسيد زي شابتر 2 اللي بيعمل ايفرفيزنس تربيت اللاي موتر في الشورت تايم. اتفقنا الحاجات اللي يكون عندها سي او اتش. اكد كمان الساليسيليك اسيد، اكد كمان الاسبرين. على فكره ممكن اوصف الاسبرين ان هو استر واقول لك استر عنده صفات الاسيد، ممكن اوصف الساليسيليك اسيد بس خلاص الساليسيليك اسيد هو كده كده من اسمه اسيد، انما الاسبرين هو اللي ممكن اوصفه واقول ده استر عنده صفات الاسيد. طب ليه الاسبرين اوصفه واقول كده؟ لانه زي ما انت شايف بيقدر يعمل نتيجه مع الاسيديتي تيست، عشان الاسبرين زي ما انت شايف عنده سي او او اتش، فعشان كده بيكون عنده صفات الايه؟ صفات الاسيد. طبعا الساليسيليك اسيد C7H6O3 مش محتاج اقول لك هي الفورمولا بتاعتها مميزه قد ايه. اما الاستريفيكيشن يعني بيطلع عندك استر، افكرك ان الاستر ده ابو ريحه حلوه، في الامتحان ما بيقولش استر، في الامتحان يقول لك انا عندي فليفر، فتبقى فاهم ان دي معناها ان هو يقصد الايه؟ الاستر. والله ده ينفع للاسيد وينفع للالكحول، عندك اسيد حط عليه الكحول، عندك الكحول حط عليه اسيد، ده على طول بيقوم يتكون عند حضرتك الاستر اللي عنده ريحه حلوه. افكرك كمان بيه، هو ما بقاش يقلب ليه،
افكرك كمان ان الفيريك كلورايد بقى اللي قلنا عليه ده اتكرر عندنا على مدار المنهج في اكتر من شابتر. في شابتر 1 كان الايرن ميتال، الهوت ايرن مع الكلورين جاز يديني الايرن 3 كلورايد. الايرن 3 كلورايد ده في شابتر 2 اخدنا ان هو عشان ايرن 3 لو انت حطيت عليه حاجه فيها او اتش زي الان او اتش او الكي او اتش او حاجه الكلاين عموما، فبيتكون عندك الايرن 3 هيدروكسيد الريدش براون بريسبتد، اللي لو سخنته هيروح يدي لحضرتك الريد اوكسايد اللي هو الايرن 3 اوكسايد. اما في شابتر 3 فالايرن 3 كلورايد مع الامونيوم ثايوثاينات بيديني بلاد ريد سوليوشن، تاخد بالك هنا بريسبتد هنا لون الدم سوليوشن. اما مع الفينول اللي هو الكاربوليك اسيد فيديني اللون الفالت. تاخد بالك بقى من ايه؟ تاخد بالك ان انا هنا حطيت له حاجه فيها او اتش وهنا حطيت له حاجه فيها او اتش، بس الفرق ما بينهم ايه؟ دي حاجه او اتش بيز ودي حاجه او اتش بس اسيد. هنا دي حاجه او اتش بس ان اورجانيك كومباوند اللي هي الان او اتش او الكي او اتش. هنا دي حاجه او اتش ولكن اورجانيك كومباوند اللي هو مين؟ اللي هو الفينول اللي هو الكربوليك اسيد. كنت اكدت كتير الفروقات ما بينهم. طبعا ده مع الفينول قلنا خلاص بيديني اللون الفالت. وبرضه فكرة أساسية لازم هتقوم جاية لحضرتك في الامتحان، هو ان انا يكون عندي كذا كومباوند، اختلاف بقى الفانكشن جروب، مين اللي بيقدر يعمل مع الميتال لوحده، مين اللي يقدر يعمل مع الميتال هيدروكسايد يعني ماسكه بالاو اتش زي الصوديوم هيدروكسايد، مين اللي يقدر يعمل مع الميتال كربونات او الميتال باي كربونات. وبزود كمان عليها عشان الناس بتنسى الاتش سي ال، تقوم مذاكرهم كلهم مع بعض، مين الحاجات اللي تقدر تعمل مع الاتش سي ال. مش بس كده، ده كمان ممكن اسالك عن البرودكت اللي بتطلع، ده كمان ممكن اسالك على الكميه اللي انا استخدمتها، كم مول من الصوديوم او الصوديوم هيدروكسيد او كده، كم مول من الحاجه اللي بتطلع عندي. انا هنا مثلا بيطلع عندي الهيدروجين، ممكن اسالك بيطلع عندي كم مول من الهيدروجين. هنا طبعا بيطلع هيدروجين، هنا بيطلع الووتر، هنا بيطلع الووتر مع الكربون دايوكسيد. طب يا ابو الابطال مش عامل لنا تجميعه كده نقوم لمين فيها الحاجات اللي عندنا في المنهج لما بنحط عليهم الحاجات دي بيعملوا رياكشن مع مين، مش بيعملوا رياكشن مع مين، مع كام مول؟ احنا كده كده حافظينها من النوتة، بس لو انت عايز تراجعها كتجميعه فان شاء الله هيكون من التجميعات اللي نازله عندك جدول زي اللي قدامك كده، الكومباوندز المميزه اللي عندنا تقدر تعمل رياكشن مع مين، ما بتعملش رياكشن مع مين، ولو سالتك حتى بالحسابات والارقام تقدر ترد عليا. انا مش عارف انا ليه بقلب. ماشي هنوقف دلوقتي ونظبط الكلام ده. ماشي تعالى سريعا بقى راجع معايا الجدول. مش بقول لك ان انا احفظه، مفيش حد بيقعد يحفظ جداول، الاورجانيك تتفهم وبناء عليه تحل. الجدول ده بس ايه، كانك بتراجع مع نفسك كده. طيب انا اللي يهمني يا دكتور ابقى عارف ايه الحاجات اللي بتقدر تعمل رياكشن، وانا براجع معاك دلوقتي هقول لك الارقام ازاي تحسبها. بص يا حبيب قلبي نبدا بالميتال. اقول لك عندي ميتال لوحده، صوديوم، بوتاسيوم، الايرن، الكالسيوم، ميتال لوحده. ميتال بيعمل ايه؟ يطرد الاتش ويلزق جنب الاو. فاكر القاعده بتاعتنا؟ اي اكتيف ميتال يقابل الاو اتش يطرد الاتش ويلزق جنب الاو. خدت بالك ان انا بقول اي اكتيف ميتال يقابل اي او اتش؟ يعني ايه اي او اتش؟ يعني او اتش ماسكه مع كربون عاديه اللي هي الكحول، او اتش ماسكه مع بنزين رينج اللي هي الفينول، او السي او اتش بتاعه الكربوكسيليك اسيد، او الاو اتش بتاعه الووتر اللي هي اتش او اتش، يقدروا يعملوا معهم كلهم. طب والنتيجه بتكون ايه؟ كل واحده فانكشن جروب تعمل رياكشن مع واحده ان ايه، يعني مع 1 مول من الصوديوم، فيطلع عندي اتشايه واحده. يعني مثلا على الالكحول اللي عندي الان ايه هتطرد هنا الاتش فيطلع عندي اتشايه واحده. طبعا مفيش حاجه عندنا اسمها ان انت يطلع عندك اتشايه واحده، فالنتيجه بتكون ايه؟ ان انا باتنين من هنا مع اتنين من هنا يطلع اتنين من هنا وتطلع اتنين اتش اللي هي بتطلع على شكل الايه؟ على شكل الاتش 2. بس لو عايزين نحسبها بالارقام وقلت لك ان انا هطلع هعمل 1 مول من هنا مع 1 مول من هنا، ساعتها تقول لي كم اتشايه هتطلع؟ عشان نقول مثلا مثال، انت قلنا هيطلع عندي اتشايه واحده، اتشايه واحده دي يعني نص اتش 2 صح؟ يعني هيطلع عندك 0.5 نص مول من الهيدروجين.
فاهم الفكره ازاي؟ مش انا احط واحده مول من الصوديوم هيطرد واحده اتشايه فتطلع اتشايه واحده اللي هي نص، والاتشايه ما بتطلعش لوحدها كده، بتطلع على شكل اتش 2، فاذا انت هيطلع عندك اتشايه واحده اللي هي نص اتش 2 اللي هي 0.5، وهكذا بقى اي واحد منهم. فطالما عندي فانكشن جروب واحده عشان عندي او اتشايه واحده فاحتاج واحده ان ايه، فتطلع واحده اتشايه اللي هي نص اتش 2. طب معلش يا دكتور عشان بس اكون اتاكدت ان انا فهمت اكتر، لو انا عندي حاجه فيها 2 او اتش زي الايثايلين جلايكول مثلا، ساعتها انا هحتاج 2 ان ايه، فيطلع عندي 2 اتش اللي هي واحده اتش 2 اللي هي 1 مول من الهيدروجين. خلاص، وده الكلام بقى اللي انت ايه لو حبيت تاكد عليه فيه هتلاقيه موجود عند حضرتك في الجدول. خلاص فهمت يا دكتور القاعده الاساسيه، اذا فانكشن جروب واحده تاخد واحده صوديوم يطلع واحده اتشايه اللي هي النص اتش 2، وهكذا بقى عندك 2 فانكشن جروب 2 صوديوم تطلع 2 اتش، وال2 اتش يعني واحده اتش 2. خلاص ماشي. قلنا خلاص كده بيقدر يعمل رياكشن مع مين؟ يهمني تبقى عارف ان انا بيطلع عندي الهيدروجين جاز اللي عنده معلومتين مميزين ببيرن وسبوب ساوند، وده يعتبر سترونج ريديوسنج ايجنت. اما ال NaOH او ال KOH فدي مهمه قوي بقى، والله ما بتعمل مع الالكحول، بتعمل مع الفينول والاسيد، وممكن تعمل مع الاستر لو احنا نحط واحده واحده. فكرني، الكحول يعني لو عندي كربون عاديه ماسكه مع الاو اتش دي لازم لها صوديوم، انما صوديوم هيدروكسيد او حاجه فيها او اتش زي الان او اتش او الكيو اتش نو رياكشن. تعمل مع الفينول يعني الاو اتش اللي ماسكه مع البنزين رينج، تعمل مع اي سي او اتش تقابلك، وطبعا مع الاستر، ولكن مع الاستر بتكون حاله مميزه اسمها الكالاين هيدروليسيس، ولازم تكون اون هوت. ها الاستر عشان يعمل الالكالاين هيدروليسيس مع ال NaOH لازم تكون اون هوت. عامة هو اي الكالاين هيدروليسيس لازم تكون اون هوت. هيدروليسيس بكسر، فافتكر ان انا طالما بكسر يبقى محتاج هيت. طيب لو عملت مع الاسيد والفينول لا عادي تعمل في العادي، انما لازم مع الاستر لازم تكون ان ايه اون هوت. وافكرك دلوقتي بالتجميع اللي كنا عاملينها حته اون هوت وان كولد دي. طيب اللي بيطلع عندي هنا بقى بيكون مين؟ بيكون هو الووتر. ها اما طبعا لو انا عندي الاستر وعملت له الكلاين هيدروليسيس فاللي بيطلع عندي هو الالكحول او الفينول والسولت اوف اسيد. فخد بالك البرودكت اللي بتطلع ممكن تكون بتعرفك انا مين الحاجه اللي طالع عندي. قلت لك ده انا طلع عندي ووتر، يبقى انا فينول اسيد. لا ده انا طلع عندي الكحول وفينول والسولت اوف اسيد، يبقى انا كده يا دكتور عندي مين؟ الاستر. اما الاسيديتي تيست فدي في المنهج عندنا للكربوكسيليك جروب فقط، الحاجات اللي فيها COOH زي الكربوكسيليك اسيد اللي هو الاسيتيك اسيد اللي هو الايثانويك اسيد ده. وساعتها كنت مديلك معلومه ان احنا نقدر نقول على الرياكشن هنا ان الاسيتيك اسيد مور ستيبل، فبيقدر يريبليس الليس ستيبل اسيد اللي هو الكربونيك اسيد. وتاني باكد في فرق ما بين كربونيك بالان وكربونيك بالال. كربوليك بالال ده الفينول، كربونيك بالان ده اللي هو الكربون داي اوكسيد مع الووتر اللي هي ال H2CO3. ماشي، فطبعا عشان هو مور ستيبل اسيد قدر زي ما انت شايف يطرد بره الليس ستيبل اسيد، لان احنا اصلا كنا بنقول على الكربونيك اسيد ده ان هو ان ستيبل، والكربون دايوكسيد اللي بتطلع ده بتعمل ايفولفيزنس. طيب مع ال HCl مين يعمل رياكشن؟ الالكين والالكاين طبعا، وما تنساش من وسط دول الالكحول هو اللي يقدر، اللي هي الكربون اللي ماسكه مع الاو اتش هو اللي يقدر يعمل مع ال HCl. وبيكون عشان اغششك لو جات لك يعني بيكون على السهم موجود عندك زنك كلورايد از كاتاليست. فلما اعمل لك دايجرام واقول لك ان احنا حطينا ال HCl وحصل رياكشن، فانت بتفكر في الكين والكاين والكحول على حسب بقى صيغه السؤال اللي عندك بيتكلم عن مين. طيب لو حطيت لك على السهم زنك كلورايد يبقى خليك عارف ان احنا بنتكلم عن مين؟ عن الالكحول. طيب هل هنا يا دكتور الفينول او الاسيد او الاستر يقدروا يعملوا رياكشن مع ال HCl؟ لا مش بيعملوا رياكشن مع الاسيد، انما الالكحول هو اللي يقدر يعمل مع الاسيد. ماشي، اللي هو زي ال HCl اللي هو الهالوجينيتد اسيد. مهمة التجميعة قلنا عندنا جدولين مهمين.
طيب كنت باكد عليك ان الجداول والتجميعات طبعا هتكون نازله لحضرتك. افكرك بقى بالتركايه والمعلومه المهمه، ال NaOH الكاستيك صودا امتى بقول نيوتراليزيشن وامتى بقول الكالاين هيدروليسيس، ومين اللي بيتعمل اون كولد ومين اللي بيتعمل اون هوت. لما اقول لك NaOH او اقول لك في السؤال ان احنا بنعمل نيوتراليزيشن، يبقى اكيد يا دكتور هيكون عندي اسيد. اي كربوكسيليك اسيد يكون عندك في السؤال يقول لك نيوتراليزيشن، يعني حط على الاسيد ده بيز، يعني حط عليه NaOH، فبشيل الاتش واحط بدلها Na، فبيبقى عندي السولت اوف اسيد. وطالما اتكون عندي السولت اوف اسيد يبقى خليك عارف ان انا هقوم رايح مربطها لك بمعلومه الدراي ديستيليشن. على سبيل المثال الاسيتيك اسيد بالNaOH بالنيوتراليزيشن يطلع السولت بتاعه اللي هو صوديوم اسيتيت. الصوديوم اسيتيت ده بالدراي ديستيليشن كان يا دكتور يروح يطلع لي الميثان. اكد عليك ان بدل ما يجيب لك الموضوع كده على خطوتين، ان في الخطوه الاولى عملنا نيوتراليزيشن فشلنا الاتش وحطينا Na، وفي الخطوه الثانيه عملنا الدراي ديستيليشن بالNaOH والكالسيوم اوكسايد، ممكن على طول في خطوه واحده يقوم بادئ معاك بالاسيد ويقول لك 2 NaOH على اساس ان احنا هنستخدمها مرتين، مره في الخطوه الاولى نيوتراليزيشن ومره في الخطوه الثانيه مع الكالسيوم اوكسايد بنعمل الدراي ديستيليشن. فساعتها اكون عايز الفاينل برودكت على طول اللي بيطلع عندك. والنيوتراليزيشن بتحصل اون كولد. اما لو عندي ال NaOH وبقول لك هنعمل الكالاين هيدروليسيس، او يوم ما تلاقي في السؤال بقول لك انا هعمل الكالاين هيدروليسيس، فقاعده ثابته دايما الالكالاين هيدروليسيس ده بيكون اون هوت. بعمل لمين يا دكتور الكالاين هيدروليسيس؟ اي كومباوند فيه هالايد او للاستر. يعني اي كومباوند فيه هالايد؟ يعني عندي مثلا الايثايل كلورايد او عندي الكلوروبنزين فيه هالايد، كلورايد برومايد ايودايد ايا كان بقى. طالما قلت لك اعمل الكالاين هيدروليسيس، طالما على السهم NaOH او الKOH طبعا، يبقى انا على طول بشيل هالايد او رايح حاطط بداله هيدروكسايد. شيل الCl حط بدلها OH. فدي لو تفتكر البريبريشن بتاعت الفينول. طب هنا شيل الCl وحط بدلها OH. فدي لو تفتكر البريبريشن اللي كنا بنحضر بيها الالكحولز. كمان ما تنساش ان الاستر ممكن اعمل له رياكشن مع NaOH، وفي الحاله دي بقول الكالاين هيدروليسيس، ولكن يطلع عندي الكحول او فينول على حسب هو كان مكون من ايه، وبيطلع عندي السولت اوف اسيد اللي برضو اعمل له دراي ديستيليشن. تاخد بالك قوي ان هنا اون كولد في النيوتراليزيشن، اما في الالكالاين هيدروليسيس فلازم تاخد بالك اون هوت، خصوصا بقى الاسيد والاستر، لان الاسيد والاستر دول بيكونوا ايزومرز لبعض. فلو قلت لك بيعمل اون كولد يبقى انا اقصد الاسيد، لو قلت لك اون هوت يبقى انا اقصد الاستر، وساعتها بقصد الالكالاين هيدروليسيس. افكرك بالفرق والمقارنه ما بين الالكحول والفينولز، مهمه جدا وسأل عليها كذا مرة سواء في امتحانات السنين اللي فاتت او حتى في الاسترشاديات بتاعت 2026. ولما بيجي يسأل عليهم بيسأل ازاي؟ يقول لك انا عندي 2 كومباوند OH، واول حاجة يقول لك فرق ما بينهم هي البوند سهلة تتكسر وطويلة ولا قصيرة وصعب تتكسر. فبقول لك والنبي خد بالك في فرق ما بين البوند بتاعت OH وفي فرق ما بين البوند بتاعت C والO. يعني تركز قوي في السؤال، هو بيتكلم عن انهي بوند؟ البوند اللي ما بين السي والاو ولا البوند اللي ما بين الاو والاتش؟ اصل الاثنين عكس بعض. هنا البوند ما بين السي والاو لو هتقارن هنا مع هنا، فهنا البوند بين السي والاو بتكون طويله سهل ان هي تتكسر. هنا البوند ما بين السي والاو، والسي طبعا هنا بكون بقصد بيها بتاعت البنزين رينج، بتكون صعب ان هي تتكسر. اما البوند ما بين الاو والاتش لو هنقارنهم مع بعض فهنا بتكون اقصر اصعب شويه ان هي تتكسر، هنا بتكون اطول اسهل ان هي تتكسر. افكرك ان الالكحول ده احنا بنقول قولا واحدا عليه ان هو نيوترال، اما الفينول فاسمه التاني كاربوليك اسيد، يعامل معامله الاسيد ان هو مع الانديكيتور حتى تلاقي لونه بيتغير للون الاسيد، انما هنا بيكون نيوترال. طيب لو حطينا يا دكتور الصوديوم في اي اكتيف ميتال يقابل الاو اتش يطرد الاتش ويلزق جنب الاو، قلنا الصوديوم كاكتيف ميتال يقدر يعمل رياكشن مع الالكحول، يقدر يعمل رياكشن مع الفينول. بالمناسبه مع الالكحول الكومباوند اللي بيطلع ده اسمه ايه؟ اسمه صوديوم ايثوكسايد، عشان انا عندي هنا ايثا في 2 كربون ايثانول، فلما احط عليه الصوديوم فيبقى صوديوم ايثو اوكسايد عشان فيه الاوهايه. خلاص؟
وهكذا بقى. هي العيله اسمها صوديوم الكوكسايد، فايثانول صوديوم ايثوكسايد، بروبانول صوديوم بروبوكسايد، ميثانول صوديوم ميثوكسايد، وهكذا. انما هناك في الفينول اللي بيطلع ده اسمه ايه؟ صوديوم فينو اوكسايد. خلاص. وفي الحالتين سواء الصوديوم الكوكسايد او الصوديوم فينوكسايد دول بنعتبرهم ان هم حاجات بيز، عشان فيهم الصوديوم ال Na مع الميه بيكون ال NaOH which is طبعا حاجه بيز. طيب لو حطينا ال NaOH او حطينا ال HCl، تاخد بالك بقى ان الاثنين عكس بعض. ال الكحول بيحب يعمل رياكشن مع ال اسيد، سواء هالوجينيتد اسيد او اوكسجينيتد اسيد. اما مع البيز ال NaOH فنو رياكشن. العكس بقى الفينول، في فينول الحرف البي يفكرك كده بالبيز، ان هو بيقدر يعمل رياكشن مع البيز. اما مع الهالوجينيتد اسيد فنو رياكشن، ولكن انا باكد عليك ان هو يقدر يعمل مع الاكسجينيتد اسيد زي ال HNO3 بيعمل معاه رياكشن. لو تفتكر كان بيطلع لي البكريك اسيد الابن البكره. خدت بالي يا دكتور في الفرق ما بين الاثنين؟ طبعا الفرق كلورايد هنا مفيش حاجه، انما هناك الفرق كلورايد لونه فالت. نفس الكلام على البرومين، مش هيحصل حاجه، يفضل زي ما هو لونه ريد. انما البرومين والفرق كلورايد قلنا ان دول تستات لعيله الفينولز، اللون بيتغير. الالكالاين سوري الاسيديفايد KMnO4 والكيتو CR27 اوكسيدايزنج ايجنت اللي عندنا في المنهج ان هم بيعملوا اوكسيديشن للالكحول، طبعا في حاله ان هو برايمري او سكندري فاللون بتاعهم بيتغير، ولكن ما عندناش اوكسيديشن الفينولز. فبالتالي لو قلت لك حطيت عليه الKMnO4 او الكيتو CR27 قول لي اللون هيفضل زي ما هو. قلنا كده كل حاجه ان الالكحول يقدر يعمل مع الهالوجينيتد والاكسجينيتد وما بيعملش مع البيز، انما ده يعمل مع البيز ويعمل مع الاكسجينيتد بس ما يعملش مع الهالوجينيتد اسيد. البوند باكد عليها والله مهمه.